كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بمناسبة شهر رمضان الكريم قررنا ان احنا نعمل حاجة عظمة قوي، هو ان احنا هننزل فيديوهين في اليوم بدل فيديو واحد. الفيديو الاول هينزل الساعة 3 العصر بتوقيت مصر، والفيديو التاني هينزل الساعة 9 بعد الفطار وصلاة التراويح، وبعد ما تخلص كل اللي وراك يا سيدي هننزلك الفيديو الساعة 9 بعد ما تخلص كل حاجة انت بتعملها، عشان تعرف انا قد ايه بحبك. مش مان بتفرح بالانتصار اللي حققته وبتروح للسيد بينو عشان تعرفه اللي حصل، وهناك بتقابل لوتس وهو بدأ الشغل كتاجر متدرب، وبتعمل مان نفسها عايزة تشتري توك شعر وحاجات عشان تساعد لوتس على التدريب، وبشكرها على ده. وبتقابل بينو وبتحكي له كل اللي حصل في الكنيسه، وانهم وافقوا انها تنضم كاستثناء ككاهنه بلبس ازرق، وانها تستعمل الادوات السحريه والمكتبه. لكن لما قالت لكبير الكهنه على استمرار شغلها كعضوه في نقابه التجار قال لها المفروض انها مش محتاجه كده، فقالت له انه شغل بيجيب لها دخل كبير وممكن تقدم منه تبرع للكنيسه، فقال لها انه هيشوف الموضوع ده. بيقول لها واضح ان كبير الكهنه راجل حكيم وعاقل وممكن انها تلجأ له وقت ما تعوز حاجه. وبتخرج من عند بينو وبيكون في شخص واقف عند الشباك بيراقبها، وبتقابل والده لوتس وبتقول لها ان لوتس شاطر وبيحاول يبذل اقصى جهد ليه في الشغل مع بينو كتاجر متدرب، فبتقول لها شكرا ليك عشان طمنتينا عليه. بتقول لها انت ما اشتغلتيش معاه، فبتقول لها مان عشان صحتي فاروح البوابه مع والدي وكمان هشتغل في البيت. وبتكون مان وعيلتها كاتمين موضوع التدريب في الكنيسه عن الجيران لان الكهنه والنبلاء مكروهين من كل العامه في المنطقه. وبعدين والده لوتس بتقول لها ان في واحد جه سال على الورشه بتاعتها، وهي قالت له اكيد لخبطت بينها وبين حد تاني، وفي الحقيقه بيكون محدش يعرف عن موضوع ورشه ميان غير لوتس والسيد بينو وعيلتها، ومش قايلين للجيران. اما والد ميان بيروح البار وبيقابل صديقه اونو هناك وبيقول له الف مبروك لان زوجتك حامل وهتبقى اب، بس بيقول له ايه علاقه ده بانك هتسيب الشغل في البوابه؟ فبيقول له اونو ان السبب في الموضوع ده هو ميان. فوالد مان بيقول له ازاي؟ بيقول له المنتجات اللي عملتها مع بينو بتحقق مبيعات عاليه جدا في شركه جilberta اللي بيمتلكها بينو، فطلب منه يستقيل عشان يساعده في الشغل. وبيقول له البنت دي واضح ان ربنا بيحبها، وبيقول له انه بيحبك انت كمان عشان شغالك جندي عشان تقدر تحميها خلال شغلها في الكنيسه. بيقول له ازاي واحميها من ايه؟ بيقول له ان مان عندها امانه وفلوس وده يخليها مطمع لكتير من النبلاء اللي هيكونوا عايزين يخطفوها، فبتخض والدها من اللي هيحصل، بس بيقول له انه ان هقدر احميها واحمي البلد كلها كمان. وبيضحكوا مع بعض، بيكون نفس الشخص اللي كان بيراقب ميان بيراقبهم. وبتروح مان وبتقول لبينو على اللي قالته ليها والده لوتس وان كان في شخص بيسال عليها، بيقول لها يبقى اكيد ده نفس الشخص اللي اقتحم نقابه التجار وانا متاكد انه يقدر يوصل لملفك. وباكد لها ان الشخص ده غالبا تابع للكنيسه اللي بتتحرى عن شغلها. وبتقرر مان تقعد شويه مع بينو وتعمل لهم كلهم كيكه اسفنجيه، فبقول لها ايه اللي مقعدك هنا؟ ده انا بحاول اخبي اي معلومات عنك عن الكنيسه، بس بيدوق الكيكه اللي بتوزعها على كل اللي شغالين في المحل وبتعجبه قوي. بقول لها ليه بعت الاختراع الجميل ده لفريده؟ بتقول له لان الوصفه معتمده على السكر وانت صعب توصل للسكر اللي متوفر عند النبلاء، انما فريده عشان الاتفاقيه بتاعتها مع نبيل بتقدر توصل له، كمان انت ما عندكش طباخ. بقول لها ممكن اجيب سكر وطباخ، فبتقول له بس الطباخ مش ممكن يبقى اي واحد لانه لازم يكون شاطر قوي. وبتيجي فريده ومعاها طبختها، بتقول له بينو ما تحاولش لان اخد كل وصفات الطبخ من ميان، بس بينو بيقول لي ميان انا همشي على نفس المبدا بتاعك، لما ما لقيتيش ورق قلت انك هتصنعيه وبنفس الطريقه، انا محتاج طباخ شاطر فاعمل بنفسي واجيب طباخ عادي وادربه. وبتفرح ميان انه يعمل لهم فرن مخصوص وهتكون فرصه تنفذ كل وصفات الاكل اللي هي عايزاها زي البيتزا واللازانيا وغيرها. بتقول ميان هعمل مطعم ايطالي، وبيكون كلام بينو صح. وبيروح كبير الكهنه للكاهن الاكبر وبيقول له عن قصه ورشه ميان، وبيعترض وبيقول له خادمه للملك وتروح تشتغل في التجاره، فبيقول له ان الورشه دي بتجيب لها دخل كبير جدا وهيبقى في فرصه تتبرع لهم بجزء كبير منها. فبيوافق الكاهن الاكبر وبيقول له كبير الكهنه انه هيعين لها خادم من طرفه عشان يديله تقارير عن تصرفاتها، فبيقول له ده كويس جدا وعين خادم من طرف انا كمان، شوف اكتر طفل مشغف في الكهنه المتدربين وعينه خادم ليها عشان يقرفها ويتعبها. بقول له عايزين نستنزف اكبر قدر من المال والمال من البنت دي لان ملهاش فايده غير كده. فبقول له كبير الكهنه علمه وينفذ، لكن لما بيخرج من عنده بيكون واضح انه مش راضي عن الكلام اللي هو قاله. بتكون مان راحه اول يوم ليها في الكنيسه، لوتس بيوصلها وهي فرحانه قوي، بس لوتس بيقول لها يعني انت مش خايفه؟ بتقول له خايفه بس فرحانه لان اخيرا هدخل المكتبه. وبيقابلها الخادم التابع لكبير الكهنه قدام الباب واسمه فان، بيكلمها باحترام وبادب كانها نبيله، وبيضحك لوتس وبيهزر معاها. بعدين بيمشي وهي بتدخل مع الخادم فان، بس اول ما بتدخل بتقابل كاهن من النبلاء وبيشتمها وهو ماشي. وبتقابل الكهنه اللي بلبس الرمادي وهم بيمسحوا وبينضفوا، وهم كمان بيبصوا لها بنظرات فيها كراهيه. وبتروح عشان تأدي القسم بتاعها قبل ما تبدا شغل معاهم، وبعد ما بتقول القسم بتتعرف على الخدم بتاعها وبترحب بيهم مان بطريقه عاديه، بس كبير الكهنه بيقول لها ما ينفعش تكوني لطيفه مع الخدم بتوعك. وبيكون الوحيد اللطيف فيهم هو فان اللي تابع لكبير الكهنه، بس برضه بيكون واخد موقف من ميان. اما الاتنين التانيين فبيكونوا بنت اسمها ديليا
وهي اللي تابعه للكاهن الاكبر، وبتكون جميله قوي وانيقه، وزعلان انها اتاخدت من عندها انها كانت قربت تقنعه انها تبقى جاريه عنده. وبتستغرب ميان من حماسها للموضوع، وبتقول لها يعني دي حاجه كويسه؟ بتقول لها ديليا اكيد طبعا، لان هياخد مميزات كتيره. بتقابل الخادم الثالث، هو طفل وقح عمره 10 سنين واسمه جيل، اختاروا الكاهن الاكبر مخصوص عشان يضايقها. بيكلم ميان بوقاحه، فبتقول له مش عايزاك خادم عندي. وديليا بتقول لها انها مضطره تبلغ رئيس الكهنه انه طلب منها تبلغه باي حاجه تحصل معاها. بتقول لها ميان بلغيه عادي ما يهمنيش. وبقول لها كبير الكهنه ان دول الخدم بتوعك ولازم تسيطري عليهم. بعد ما بيمشي كبير الكهنه بيتوقع الطفل جيل عليها اكتر، وبقول لها اخدم بنت اصغر مني وكمان هي ابن العمه زينا، يعني مش نبيله بجد. فبتقول له اعتبر نفسك مش الخادم بتاعي ومش عايزه منك حاجه اساسا يا سيدي. وخادم كبير الكهنه بيقول لها المفروض تظبطيهم، فبتقول له مش عايزاهم ومش عايزه خادم اصلا. فبقول لها ان هو كمان مضطر يبلغ كبير الكهنه لانه ولاؤه الاول ليه. وبتقعد معاه مع كبير الكهنه اللي بيفهمها اللي بيحصل، وبقول لها انها ككاهنه متدربه لابسه لبس النبلاء وهي من العامه، فهي مرفوضه من الاثنين. النبلاء اللي باصين ليها على انها مش من مستواهم، ومنهم الكاهن الاكبر اللي رفض يحضر نطقها للقسم بسبب كده، وكمان مرفوضه من الكهنه باللبس الرمادي اللي شايفينها زيهم بس مميزه عنهم. فبتقول له طيب وبالنسبه لك انت مش متضايق مني زيهم؟ وبقول لها ان اهم حاجه بالنسبه لي الكفاءه، وسمع انها شاطره في تخليص الاوراق وهتساعده في شغله اللي كتير عليه مع نقص عدد الكهنه النبلاء. وبتقول ما ينفي سرها حتى شغل عند البوابه مع انه وتحرى عنه. وبقول لها تاني مهمه ليك هي تكريس المانا، وبيجيب لها شكل طبق سحري وبيطلب منها انها تلمس الدايره اللي في النص وتتخيل انها بتدي المانا بتاعتها، وبتعمل كده وبتلاحظ ان الطبق بيتوهج وفي دايره بتنور، وساعتها بتسحب مان صباعها. وبقول لها حسيت بايه؟ وبتقول له بالانتعاش، كانت خلصت من حمل تقيل. وبتعرف مان ان هي دي طريقه تكريس المانا. وبقول لها المهمه الثالثه هي القرايه وحفظ الكتب المقدسه. وبتتحمس مان جدا وبتقوم بسرعه علشان تروح المكتبه، بس بقول لها لسه المهمه الرابعه وهي موضوع تبرعاتك واللي لازم تجيبيها للكنيسه. بعدها بيسمح بها انها تروح للمكتبه ويمشي وراها الخدم بتوعه فان وديليا وجيل، وبيستمروا في مشاغبتها. فبتقول لهم مش عايزاكم واعتبروا نفسكم مش الخدم بتوعي. وبتدخل المكتبه وهي مبسوطه وبتاخد الكتاب المقدس عشان تقرا فيه، وبتلاقيه بيتفتح قدامها كانه بيناديها تقراه، وبتقعد تقراه كتير وهي مبسوطه. وبيجي الخادم الصغير جيل وبيقول لها يلا عشان ميعاد الغدا. فبتقول له مش عايزه اتغدى. بيقول لها حد يرفض الاكل؟ فبتقول له مش عايز اكل مالكش دعوه انت. بس هو بيتوقح وبيتمادى. بتبص له ميان بنظره غضب وعينيها بتلمع بكل الالوان بسبب المانع. بتخاف ديليا والولد وبيرجعوا لورا، وبيشدهم الخادم الثالث بسرعه. وبتكمل مان قرايه، وبيجي موعد رجوعها للبيت، وبيكون لوتس مستنيها حسب ميعادهم بعد الجرس الخامس. وبتجري عليه ميان وبتقول له كان يومي فظيع جدا. وبتلاقي الخدم واقفين وراها وبتقول لهم عايزين ايه؟ فبيقول انهم لازم يوصلوها. فبتقول لهم انها تروح مع لوتس. فبيقول لها ان كون انها تمشي مع غريب حاجه مش مقبوله نهائي، بس هي بتقول لديليا انها توصل رساله للكاهن الاكبر انها تجيب تبرعاتها معاها، وبتطلب منهم يسيبوها. بتمشي مع لوتس اللي بيقول لها ان وشها تعبان جدا وواضح انها ارهقت نفسها. وبيكون الناس بيبصوا لها بنظرات غريبه وهي ماشيه في الشارع، بس هي ما بتاخدش بالها. توصل هي ولوتس عند بينو اللي بيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ ما تقوليش انك مشيتي على رجليكي باللبس ده لحد هنا. انت مش عارفه ان النبلاء بيتحركوا بعربيات عشان ممكن يتخطفوا ويطلبوا منهم فديه؟ وبتغير من لبس الكهنه الازرق وبتقول له انها ما عادش هتتحرك بيه تاني في الشارع. انا جاي اتكلم معاك في موضوع التبرعات، وان كبير الكهنه طلب مني تجيب تبرعاتها بس المبلغ هيكون كبير شويه، وخايفه يتسرقوا منها وهي ماشيه فعايزاه يجي معاها. بقول لها طيب وليه ما تاخديش الخدم بتوعك؟ فبتقول له ما اقدرش اثق فيهم. بقول لها يعني واضح انهم عينوا لك خدم متعبين. فبتقول له اكتر مما تتخيل بكتير. وبيدخل لوتس وبيسال عن منتج معين. بقول لها لوتس مجتهد في انه يتعلم كل حاجه، ولازم انت كمان تتعلمي تتصرفي ككاهنه نبيله باللبس الازرق، واول حاجه تتعلميها انك تسيطري على خدمك. وبتقول له مين على الرساله اللي بعتتها مع ديليا للكاهن الاكبر. فبقول لها انت ليه متهوره؟ كانك قلت لهم انك هتجيب التبرعات دلوقتي. وبيطلب من مارك يحضر العربيه فورا، وبيلبس لبس جميل وبيركبوا عربيه فخمه، وبيوصلوا وبيكون بينه بيتصرف بمهابه واحترام. وبتقابل الخادم فان بتاعها وبتكون هتكلمه عادي بس بتفتكر كلام بينه، وبتقرر تتصرف كنبيله. وبتطلب من فان انه يوصلهم لرئيس الكهنه، وبتلاقيه بيستجيب فورا وطريقته في الكلام فرقت معاها قوي. وبيدخل بينه وبيقابل كبير الكهنه وبيقدم له تبرعات وهديه منه، وبيديله كبير الكهنه البركه. وبتكون ميان اول مره تعرف ان المانه بتستخدم في منح البركه. بتبص ميان لفان الخدام بتاعها لان كرسي عالي عليها، وبيطلعها وبيسالها عن شخصيه ميان انها شخصيه ذكيه وبتجيب افكار ملهاش مثيل. وبيقول كبير الكهنه لبينه ان الخدم منها بيعتبروا ميان متهوره وانها بتسيب المانه تخرج عن السيطره، بس بينه بيقول له انها مش متهوره ولا حاجه، وهي شخصيه طيبه وبسيطه محبه لكل اللي حواليها، بس في حاجات معينه بتهمها وما بتسمحش لحد يقرب منها زي اهلها او اصحابها او الكتب. تشكر مان بينها وبين نفسها لانه دايما بيقول لها انها متهوره بس تتكلم عنها
عنها حلو قدام رئيس الكهنه، بيقول له بينه ان هو كمان محتاج يوضح له حاجات، ان ميان ما عندهاش فكره عن طريقه تعامل النبلاء ومحتاجه تتعلم كل حاجه. فبيقول له انه عين اهم واحسن خادم عنده وهو فان عشان يعلمها ويجاوبها على كل الاسئله. وبيتفاجئ فان بمهمته، هو فاكر ان كبير الكهنه كان حاطه جاسوس على ميان وانه هيبعد عن الشغل معاه بسببها وكان بيتضايقها علشان كده. بيقول له بينه كمان ان ميان صحتها تعبانه ومحتاجه طفل اسمه لوتس يعتني بيها، ان مش اي حد يقدر يقوم بالمهمه دي. فبيقول له كبير الكهنه ان لازم حد من الخدم هو اللي يعمل المهمه دي. بيسال فان لو يعرف يقوم بيها، فبيعترف انه لسه مش عارف يعمل ايه بس هيتدرب على المهمه دي. فبيقول له قبل الخريف ما يجي لازم تكون اتقنت العنايه بميان. بتفاوض كبير الكهنه مع بينه حوالين نسبه الكنيسه من ارباح ميان، وبيوقعوا عقد سحري بنسبه 10% بس للكنيسه. وبتقول ميان ان بينه كان ممتاز في المفاوضات، بس فجاه ميان بتقع. وبيقول له بينه مش انا قلت لك ان صحتها تعبانه قوي؟ فبيقول له فهمت جدا، وبيشيلها بينه وبيمشي. وبعدين بيعرض فان ان هو يشيلها لان هو الخدام بتاعها، وبيعتذر لها فان لانه فهم كلام كبير الكهنه غلط وكان فاكر انه خلص منها وشغله مع مجرد طفله وده خلاها عصبي في معاملته. فميان بتقول له حصل خير وهي هتبذل جهدها عشان تبقى سيده يكون فخور بيها. وبيشيلها فان وبيوصلوا العربيه وبيروحوا. وفي نفس الوقت ديليا بتبلغ الكاهن الاكبر عن ان ميان هتجيب التبرعات، وبيقول لها استمري، عاوزك تجيبوا كل معلومات وكل اخبار ميان. اما جه الخادم الطفل المشاغب فبيكون ما كانش بسبب ان ميان رفضت تاكل وقت الغداء وهي ما تعرفش ان الخدم مش ممكن ياكلوا من غيرها. بيروح لخادم تاني يديله وبيرفض ان ليه سيده تاكله، وبيقعد جيل وهو جعان وجواه غضب كبير على ميان. بيروح لوتس مع ميان الكنيسه عشان يعلم الخدام فان ازاي يعتني بيها خلال مرضها. وبيلاقي خدامه ديليا مش موجوده لانها لسه بتعتبر نفسها تبع الكاهن الاكبر. وبقابل لوتس الخادم الصغير جيل، بيلاحظ وقحته في الكلام وبيقول لميان يعني مفيش حد كويس عندك من خدم غير فان. وبيقول جيل لميان انه ما كلش من امبارح بسببها، وبيشدها من دراعها وبيكون هيوقعها على الارض، بس لوتس بينقذها بسرعه وبيهجم عليه. بيقول انت ازاي تمد ايدك عليها تطلب اكل من سيدتك وانت ما بتعملش اي شغل او مصلحه وكمان بتتهجم عليها؟ فبيشرح لهم فان الموضوع وبيقول لهم ان جيل طفل من الاطفال الميته اللي كانوا بياكلوا اكل من بقايا النبلاء وخدمهم. لما بقى خدام عند ميان فبقت هي مسؤوله عن تاكيله، ولان ميان مش مقيمه وما كلتش فهو ما لقاش حد يديله اكل بعد ما ساب الميته. اما هو وديليا ما عندهمش مشكله لانهم بيعتبروا نفسهم لسه تبع كبير الكاهن الاكبر، فبياكلوا مع الخدم بتوعهم. بيقول لها جيل انه انضم ليها في سبيل انه ياكل اكل كويس بدل الفتافيت اللي كان بيتخانق عليها مع زمايله في الميته. بتقول له ميان انها غلطانه انها ما كانتش تعرف ان موضوع مروحها البيت هيأثر عليه وانها تشوف حل للموضوع ده، بس جيل بتوقع عليها برضه في الكلام. وبيكون لوتس هيضربه بس فان بيطلب من ميان تقول له لوتس يسيب جيل لان العنف مش مسموح بيه جوه الكنيسه. وبيسيبوا لوتس وبيروح لكبير الكهنه، وهناك بيقدم لوتس نفسه لكبير الكهنه ويقول له ان لوتس من شركه جلبرتا وجاي يعلم فان ازاي يعتني بمان زيه. ويلاحظ كبير الكهنه ان مان داخله من غير اللبس الازرق، فبيسالها عن السبب، فبتقول له انها عرفت انها لو مشت بيه وسط المدينه وممكن تتعرض للخطف، وبتغير مان هدومها في المكان. فبيقول لها كبير الكهنه ان ده ما يصحش والمفروض تغير في جناحها، فبتفكروا انها ملهاش جناح. ويفتكر هو ان الكاهن الاكبر رفض يديها جناح زي النبلاء، وخصوصا وانها كده كده بتروح البيت في اخر النهار. وبيعرض واحد من الخدم على كبير الكهنه انهم يدوها جناح مدير الميتم اللي فاضي ومهجور من سنين، ان محدش من النبلاء يرضى يتولى المنصب ده رغم ان الجناح يعتبر مخصص للنبلاء بس في نفس الوقت بعيد عن اماكن اقامتهم. بيوافق كبير الكهنه وبتقول له مان انها تبعت جيل ينظفه، وبتقول لهم انها هتدي جيل فرصه لو اثبت كفاءته فهتدي له اكل وفلوس كمان. وبتقول لي جيل كده، فبقول لها طالما في اكل وفلوس هنضفها عادي مفيش مشكله. وبيكون باقي الخدم مش متوقعين منه خير لانه كان بيتحبس دايما قبل كده بسبب عدم تنظيفه. بيروح جيل ينظف الجناح، وبعد فتره بتروح مان ولوتس ولاقي الدور الاول مش نظيف، فبيفتكر جيل ما نظفش بس بيكون نظف اوضه ميان اللي في الدور الثاني وخلاها بقى تلمع. فبتشكر مان جيل وتطبطب على راسه وهي بتمدحه، وبيفرح جيل قوي من تصرفاتها والدموع بتنزل من عينيه ان اول مره حد يمدحه او يسمع كلمه تشجيع منه. بيعرف الكاهن الاكبر ان كبير الكهنه قد ميان اوضه مدير الميتم، وبتعصب بيقول ازاي يتصرف لوحده هو فاكر نفسه مين. وبترد ليها وبيقول لها اذا كنت مقيمه عندي على طول ازاي تعرف اخبار ميان؟ اديكي ما عرفتيش الخبر ده. وبتحاول ديليا تترجاه يخليها بس بيكون طردها خلاص وقفل باب الجناح. وبتحقق ميان وعدها الجيل وبتجيب له هو وفان لبس جديد وجميل بيعجبهم، وبتقول لهم يلبسوه وهم بيتجولوا معاها جوه المدينه. وبتاخدهم على السوق وبتجيب لهم فطاير جميله. بيكون فان مش عايز ياكل لان الخدم بياكلوا بقايا الاسياد، بس مان بتقول له انها بتأمرهم ياكلوا قبل ما الفطاير تبرد. وبيلاقي فان الاكل جميل، اما جيل فبيقول لها اهم حاجه ان اشبع. بيعرفوا ان الاكل اللي بيتبعت للميتم
فان بيكون قليل بسبب قله عدد النبلاء، فكان جيل دايما بيقوم من على الاكل جعان، وبيكون جيل وفان مش عارفين طريقه التصرف وسط المدينه. حتى فان بيسالها اذا كان ممكن ياكل الفطار بايده ولا لازم شوكه وسكينه زي الكنيسه، وبيقول لها جيل انا اسف لاني قلت لك انك جاهله، بس في وسط المدينه انا اللي جاهل. فلوتوس بيقول له احنا هنعمل اتفاق، انت تعلم مان اي حاجه تخص الكنيسه واحنا هنعلمك اي حاجه انت عايز تعرفها هنا في المدينه. وبيضحكوا بيبقوا اصحاب، وبتروح مان لبينو وبتقول له على مفاجاه حلوه، وهي انها لقيت فرن في الجناح اللي خصصها لها كبير الكهنه، وبيطير بينه من الفرحه. بيقول لها هجيب لك الاثنين الطباخين اللي جبتهم تدربيهم على الوصفات الجديده، وبتقول له ان الموضوع هيبقى فرصه توزع الاكل اللي بيفيض من الطباخات على الخدم بتوعها والباقي يروح المطعم. تاخد مان الاثنين الطباخين عندها وبتدربهم على طريقه عمل البيتزا، بتعزم بينه في الجناح بتاعها لان كبير الكهنه قال لها انها ممكن تستقبل فيها ضيوفها عادي، وبيقدم الطباخين البيتزا لبينه اللي بينبهر بيها جدا، وبيقول لها انها طلعت احلى من اللي انا تخيلته. وبتقدم مان باقي البيتزا للخدم بتوعها. توصل داليا وهي غضبانه وبتقول لمان بسببك اتطردت من جناح الكاهن الاكبر. بقول فان لمان ان هدف الكاهن الاكبر كان داليا كبنت زي مان تقدر تكتسب صداقتها وتوصل له كل حاجه عنها، بس بسبب وقاحه داليا مان بعدت عنها وفشت في المهمه، واكيد ده سبب طردها. فبيني بيقول لمان لو مش عايزاها مشيها، وجير بيكرر لها كلام ميان وبيقول لها مفيش اكل من غير شغل، هتعملي بلومتك هتفضلي معاها وتاكلك وتلبسك. بس داليا بتترجى ميان وبتقول لها ممكن اعمل لك اي شغلانه انت عايزاها بس بلاش ترجعني ميته لان الموت عندي اهون من كده. بتصعب على ميان فبتقول لها وريني ممكن تساعديني في ايه. فبتقول لها داليا ممكن ارحب لك بالضيوف زي ما كانت بتعمل مع الكاهن الاكبر، بس بينه بيزقها وبيقول لي ميان الكلام الفارغ ده ما يلزمنيش. بتقول له ممكن انضف واغسل الهدوم واعمل اي حاجه تانية، وبتخليها ميان تساعدها في تظبيط لبسها. وبالرغم من ان ميان قدرت تكسب ود داليا وجيل وتطوعهم كخدم عندها وبيحبوها، لكن بيكون في مشاكل تانية لسه في انتظارها في الكنيسه. سنعود بعد قليل. استنى عشان في حاجه مهمه قوي قوي قوي. اليوتيوب بقاله فتره كده مش بيوصل اشعارات كلها للمشتركين، فانت لو مشترك في القناه ومش بيوصلك اشعار انها بننزل اعرف انك مش مفعل زر الجرس. هتقول لي ازاي ده انا مفعل زر الجرس؟ هقول لك لا يا معلم صدقني انت مش مفعل زر الجرس. تعالى معايا كده شوف هنفعله ازاي. لو انت بتستخدم موبايل كل اللي انت هتعمله وانت بتتفرج على الفيديو ده هتنزل شويه كده عند علامه الاشتراك، هتلاقي جنبها جرس، هتضغط عليه هيظهر لك قائمه صغيره هتلاقيها عندك مخصصه، هتخليها الكل. طيب بعد ما اخليها الكل ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هقول لك يا سيدي ايه اللي هيحصل. اي فيديو هننزله على القناه هيوصلك على طول فورا، واي بوست احنا بننزله في المنتدى هيظهر لك برضه، هيجيلك اشعار ان احنا نزلنا بوست في المنتدى. وبس كده يا سيدي. عدنا. بيفيد عيش كتير من اللي عملوه الطباخين ميان. بتقول ميان جيل انت قلت اللي فيه نقص في اكل الميتة بسبب قله عدد النبلاء، ممكن تودي الاكل ده ليهم؟ بيكون جيل فرحان انه يروح بالاكل لزمايله. تطلب منه ميان انها تروح تشوف الميتة انت شكله ايه، فبيقول لها جيل انه عارف طريق مختصر وبيشيل الاكل عشان يوديه، وهم رايحين ولما بيوصلوا بتلاقيهم ميان في مخزن قديم ومقفول عليهم الباب، ولما بيفتح لوتس بتلاقي الوضع جوه فظيع وريحه المكان وحشه قوي، وباقي الاكل مرميه في كل حته والاطفال مرميين على الارض من الجوع. بتروح طفله جعانه الميان وبتشدها من هدومها وبيخاف عليها جيل بيشدها لورا وبيقفل الباب عليهم بسرعه، بس مان ما بتستحملش اللي شافته وبتقع مغمى عليها على الارض. بيودوها الجناح بتاعها وفان بيلوم جيل لانه خدها هناك، ولما بتفوق بيعتذر لها جيل على اللي حصل وبتسالهم مان ليه الوضع في الميتم وحش قوي كده. فداليا بتقول لها انهم فصلوا الستات من الخدم عن اطفال الميتم، ما عادش الاطفال بيلاقوا اي حد يعتني بيهم، كمان مع قله عدد النبلاء وقله الاكل اللي بيوصل لهم بقى كتير منهم بيموتوا من الجوع، والكلام ده لما كنت لسه هناك، بس دلوقتي الوضع اسوأ. بقول لها جيل ارجوك ساعديهم، بس فان بينصحها انها ما تدبسش نفسها في حاجه ممكن تجيب لها مشاكل. بيجي لداليا انت اكيد عايزه تساعدها زيي، بس داليا بتفتكر ذكرياتها هناك وتقول له ماليش دعوه بحاجه، وبتفتكر ميان ازاي داليا كانت بتقول لها هعمل لك اي حاجه بس بلاش ترجعني الميتة. بيقول لها انها اكيد شافت اوقات صعبه هناك، بس جيل هو الوحيد اللي بيستمر وبترجى ميان، وبيقول لها ساعديهم ارجوكي انا دلوقتي بقيت باكل وبشبع بس زمايلي لسه جعانين. وبتقول له ميان انها مش هتقدر تساعدهم بس هتحاول تقابل كبير الكهنه ويتكلموا في الموضوع ده. تطلب من فان يرتب لها لقاء مع كبير الكهنه، ولما بتقابله بيرفض طلبها وبيقول لها مفيش ميزانيه لتحسين اوضاع الميتم. فبتقول له هو مش هدف الميتم ايواء الاطفال الايتام ورعايتهم؟ بيقول لها لا هدفه هو توفير خدم للساده. بيقول لها لو عايزه تولي مسؤوليه مدير الميتم اللي محدش عايز يتولاها خديها واصرفي عليهم من جيبك. فمان بتقول له انها مش ممكن تاكلهم من ارباح مشغل مان بتاعها، بس اللي هيتبقى مش هيكفي مصاريفها الشخصيه. بيقول لها خلاص يبقى تبعدي عن الموضوع ده وتسيبيه خالص. فبتقول له طيب والاطفال اللي بيموتوا دول؟ بيقول لها دي اراده ربنا. وبتمشي مان وهي مش مقتنعه بكلامه وحاسه انها ما قدرتش تساعدهم. فبيقول لها فان ممكن تدخلي المكتبه شويه عشان تقري وتحسني مزاجك. فبتقول مان لفان انت شكلك كنت متاكد من رفضه. فبيقول لها ان طول صاحبته لكبير الكهنه بقى عارف دماغه بتفكر ازاي. وبتدخل مان المكتبه تقرا بس بتفضل سرحانه حتى وهي مع الكتب. لما بتخرج عشان تروح بيكون لوتس مستنيها وبيلاحظ انها متضايقه وبيسال فان في ايه، فبيحكوا له على اللي حصل. فلوتس بيقول لها طيب ليه اطفال الميتم ما بيخرجوش يدوروا على اكل في الغابه طالما ان الاكل في الميتم مش كافي؟ فبيقول له فان انهم مش مسموح لهم بالخروج من الكنيسه. فبيقول له لوتس لكن انت
وجيل بتخرجهم. بيقول له ده لانهم خدم عند ميان. بيقول له لوتس ممكن تخليهم كلهم خدمك وكده يقدروا يخرجوا من الغابه ويجمعوا اكلهم. فبتقول له دي فكره حلوه قوي بس هتنفع في الصيف بس. وبقول لها فان انها تركز في الوقت الحالي بعدين تبقى تشوف هتعمل ايه بعد كده، وتفكر ميان تبعتهم يلموا اغصان من الغابه وتعمل فرع لورشتها صناعه الورق في الميتم، والعائد بتاع الورشه تصرف عليهم منه، وبكده يكون مكسبهم من عرق جبينهم ويكون مستمر على طول. بس فان بيحذرها ان دي هتبقى مسؤوليه كبيره عليها، لو حصلت اي مشكله فاكيد هي اللي هتشيلها. وبتحس ميان بالاحباط بس لوتس بيقول لها شيل المسؤوليه احسن ولا تسيب الاطفال يموتوا. بيقول لها انه هيساعدها وبتوافق ميان وبيقول لها فان هو كمان هيساعدها بس لازم تاخد حذرها من ديليا انها لسه جاسوسه عند الكاهن الاكبر. بتروح ميان لبينه وبتناقش معاه في الموضوع وبتقول ان الموضوع هيبقى مميز وهي انهم هيقدروا ينتجوا كميه اكبر من الورق. وبيقول لها بينه انها تحتاج تصريح عشان تتصرف في موضوع الميتم. بتقول له هكلم كبير الكهنه فورا بس بينه بيزعلها. بيقول لها اتعلمي تتصرفي زي النبلاء بيكتموا وراهم وما بقوش مسرعين زيك. وبقى يتكلموا فان وبيقول لها ان كبير الكهنه بيشاركها عاطفه على اليتامى وبتستغرب لانه رفض فكره تحسين الميتم. فبيقول لها ان كونابيل لازم يخفي مشاعره الحقيقيه كمان عشان الكاهن الاكبر ما يعرفش افكاره. وبيقول لها انه مش راضي كوجه عام عن الوضع السائد في الكنيسه. وبيتفقوا ان فان يرتب لقاء لميان مع كبير الكهنه ويعملوا كده فعلا. وبياخدها اوضه كبير الكهنه الخاصه وبتستغرب ان ده مش مكان مناسب للقاء، بس كبير الكهنه بيفتح اوضه سريه بباب سحر في الحيطه. وبيقول لها ان الاوضه دي الخدم ما يقدرش يتجسسوا عليها. وبيقول لها لازم تتصرف زي النبلاء باش تنتقد سياسه الكاهن الاكبر قدام الخدم او النبلاء زي ما عملت وهي بيتكلموا عن الميتم اول مره. بيقول لها ليه مهتمه بالميتم فبتتصرف بنفس طريقه النبلاء وبتخبي مشاعرها الحقيقيه. بتقول له عشان اعرف اصفي ذهني للقرايه. فبيوافق يديها منصب مديره الميتم. فبتقول له يا كبير الكهنه انت ليه مختلف عن كل الكهنه التانيين؟ بيقول لها لاني زيك ما تربيتش وسط الكنيسه بس انضميت ليها لاسباب خاصه. وبيكون جيل وفان فرحانين ان هم يبتدوا يساعدوا الايتام وبيحاولوا يتصرفوا من غير ما ديليا تسمعهم او حتى تاخد بالها، بس ديليا بتكون متابعاهم وساكته وبتجيب لهم الاكل اللي باقي وبتقول لهم وصلوا الاطفال الميتم وانا مش هبلغ الكاهن الاكبر بده. بيكون واضح انها بقت في صفهم. وبتروح ميان ومعاهم فان وجيل ويفتحوا باب الميتم وبيقول للاطفال اطلعوا هننضفكم ونلبسكم وكمان هتاكلوا لحد لما تشبعوا. وبتكون نفس الطفله اللي اتعلقت بميان بتبص لها وبتضحك لها ميان وهي فرحانه. بشوف ميان بتبدا اجراءات تنظيف الميتم وتنظيف الاطفال اللي فيه وان ده كترحيب بيها كمديره جديده للميتم. وبيخرجوا الاطفال اللي جوه بيحموهم وبيلبسوهم لبس نظيف وبيبتدوا ينظفوا الميتم نفسه من جوه. وبيخلوا الاطفال ينضفوا مع خدم ميان. وبتقرر ميان انها تدي مكافآت للخدم الانشط بين الكل. ولما بتنتهي عمليه تنظيف الميتم بتجمع ميان كل الايتام وبتقول لهم كلمه شكر وانها سعيده انها بقت رئيستهم. وبتقول لهم اللي يسمع اسمه يجيب طبقه ويجي. وبتنادي على بنت وبتكرمها لانها ساعدتها في تنظيف الاطفال الايتام لانها اكبر منهم. وبتكرم طفل تاني لانه كان الانشط في التنظيف. وبتوزع عليهم بطاطس مشويه بالزبده. فبيعترض واحد من الايتام وبيقول لها ان الاكل بتاع النبلاء لازم يتوزع على الكل. بترد عليه ميان بس ده مش اكل النبلاء دي مكافآت هي حضرتها الناس اللي اشتغلت اكتر من غيرها ما ينفعش تكون بالتساوي. وبتقول لهم جملتها المشهوره اللي مش هيشتغل مش هياكل ويبقى في دايما مكافآت لاي حد نشيط. وبتقول لديليا وهي بتجهزها ان شكل الميتم متغير خالص وبتشكرها ميان على مساعدتها. ديليا بتقول لها انها سابت الميتم بعد التعميد وجت واحده من المهنه الرماديين وخدتها وقالت لها انها تكون بنت جميله لما تكبر وشغلتها خدامه عند كبير الكهنه عشان تبقى جاريتها لما توصل سن الكبار. وكان معاها 3 تانيين غيرها. ولما بتفتكر ديليا اللي حصل وبهدلتها ايام الميتم عينها بتدمع وبتقول لها ميان انها اسفه لانها قلبت عليها المواجع. وبتقول لها ما يصحش تعتذر للخدامه بتاعتك. وبتقرر ميان تبدا شغل ورشه الميتم بعد ما خدت اذن كبير الكهنه وبتبعت الاطفال الغابه مع والدها واختها توري. وبيكون معاهم لوتس اللي ساعد كمان في تنظيف الميتم. وبيكون مهمتهم هي جمع الخشب للورق وكمان يجمعوا خضار او اي فاكهه عشان يجيبوا منه اكلهم. وبيشكر جيل في ميان وبيستغرب زميله اللي يعرفه وبيقول له موقفك اتغير عن الاول بعد ما كنت رافض تكون خادم لواحده من العامه. بيقول له لان سيادة ميان مختلفه عن كل الكهنه النبلاء وبتوزع مكافآت بالعدل وشعارها هي لو ما لقيتش الحاجه فممكن تستحى بنفسك. لما بيوصل الغابه بيكون واضح ان الاطفال بدأوا يحبوا ميان قوي. وبتلاحظ توري ووالدها ان الاطفال بيتسابقوا علشان يجمعوا حاجات يدوها ليها كهديه. ولما بيتجمعوا الخشب بيرجعوا الميان وبيقول لها واحد منهم ان جمع اكبر كميه من الخشب. وبتلاقي طفله صغيره بتقدم لها ثمرات فاكهه زي الفراوله وبتفرح ميان وبتضحك لها. وبتقرر ميان تعمل هدايا للخدم بتوعها فان وديليا وجيل عشان المجهود اللي بذلوه معاها. وبيساعدها والدها في صنع الهدايا وبتعمل مفكره من الخشب والشمع وبتديها لفان عشان يسجل عليها اللي محتاجه. وكمان بتهدي لوحين كتابه لجيل وديليا وبتقول لهم لازم تعلموا القرايه والكتابه عشان بعد كده تساعدوني في كتابه المذكرات. وبتقرر تعلم كل اطفال الميتم القرايه والكتابه
بتصنع لهم كروت من الخشب لتسهيل التعليم، وبتستعين بالبنت اللي كرمتها قبل كده عشان ترسم على كل كارت الحرف رسمه لحاجه يبدا بالحرف ده. ولان اطفال الميتم كانوا محرومين من اي تسليه او رفاهيه خلال حياتهم، بيعتبروا الكروت دي تسليه عظيمه ليهم، بيلعبوا بيها وبيفرحوا جدا. وبيشوف بينه الكروت مع مان وبتعجبه قوي، وبيقول انها اكيد هتتباع بسرعه في شركه جilberta، وبيشتري منها حقوق بيعها وتصنيعها لصالح شركه جilberta. وبتقول مان للوتز ان ده كويس ليها وهيعوضها، لان الصرف على تجديد الميتم كلفها كتير جدا. وبعدها بيكون مان ماشي مع لوتز وبتساله عن علاقته باخوه الكبير اللي شغال كنجار. بتقول له لما روحنا نسال عن تصنيع كروت الخشب كان شكله ما يعرفش حاجه عن شغلك. بيقول لها دي طبيعتنا دايما، والنجار اللي زيه ما يعرفش حاجه عن حياه التاجر اللي زيي. بيكون واضح على لوتز انه متاثر بسبب علاقته السيئه مع اخوه وعيلته كلها بوجه عام. وبعدها بيقول لي مان سيبها من الكلام في الموضوع ده، لان بعد يومين هيكون في مهرجان اسمه مهرجان النجوم، وبيرمي فيه الاطفال فاكهه تاو على بعضهم. بتفكر مان يا ترى ممكن اطفال الايتام يستمتعوا باليوم ده، وبتكتب على لوح طلب لكبير الكهنه انها طلب منها قبل كده ما تتكلمش معاه قدام حد. وبعد ما بيقرا العريضه اللي كتبتها بياخدها على الاوضه السريه عشان يتكلموا، وبيقول لها ان مهرجان النجوم مخصص للكهنه الكبار بس، اما الكهنه المتدربين اللي زيها ما بيشاركوش في مهرجان النجوم. بتقول له يعني انا ماليش شغل في اليوم ده؟ برد عليها وبقول لها ان شغلها انها ما تسمحش للاطفال الميتم بالخروج ومضايقه الناس خلال الاحتفال لان ده ممنوع. هتطلب منه يسمح لها تخلي الاطفال يحتفلوا جوه الميتم وبعيد عن الناس ويرموا فاكهه التو على بعض. فكان بيقول لها انها طالما هتخليهم ينظفوا المكان بعدها من اي حاجه هتحصل فيبقى مسموح. بتفرح مان بموافقته، وبيجي يوم مهرجان النجوم وبتجيب هي ولوتز وفان فاكهه التاو، وتمسك مان اول واحده. لكن ساعتها بتحصل حاجه غريبه، بتلاقي فاكهه التاو بتمتص المنى بتاعتها وبتنور، وفجاه بتلاقيها اتحولت بين ايديها لترومبي. وبيطلب لوتز من اي طفل عايز يكسب اكل زياده يجيب السكينه بتاعته او سيفه ويستعد ويهجم وقت ما يطلب منه. بيطلب من ميان ترمي الترومبي، اول ما بيكبر بيقول لهم هجوم، فبيدخلوا عليه وبيقطعوه. وبتحول ميان 3 من ثمرات التاو لترومبي، وبيقطعوا في روحهم عشان يجيبوا منها كميه كبيره لصناعه الورق بتاع ميان. وبعدها بتخلي لوتز يوزع التاو وبيحتفل اطفاله وبيرموه على بعض. بس بتحس ميان بتعب في نهايه اليوم، وفان بيروحها البيت وبتسالها مامتها عملت ايه في يومها، وتقول ان الاطفال كانوا سعداء قوي وده خلاها هي كمان سعيده. وبتجي لها حمى وبتتعب، وبعد ما بتخف بترجع الكنيسه. لكن بتكون في مفاجاه مش حلوه في انتظارها، ان كبير الكهنه بيكون عارف الناس استغلت المكان في انبات الترومبي لتوفير الفروع الورق بتاعها. بيقول لها انها تسببت في خلع 3 بلاطات من مكانها وخلفت اللي اتفقت عليه معاه. وبتحاول ميان تجادله بس بيرفض يسمعها، بيقرر انها تقعد في الحبس الانفرادي لمده يوم كامل. بيحاول فان يقول له ارجوك يا سيدي رجع قرارك ده، بس كبير الكهنه بيرفض. ولما بيفتح السجن بعد انتهاء مده الحبس بيلاقي ميان مرميه على الارض ومغمى عليها ومريضه وعندها حمى شديده. بيقول له فان انا مش قلت لك يا سيدي انك تحاول ترجع في القرار ده؟ بيقول له انا افتكرت قصدك انها ما تزعلش او ما تحرجش، ما كنتش اعرف انك قصدك على صحتها. بيقول له فان ان صحتها ضعيفه لدرجه كبيره جدا، وبيندم كبير الكهنه على قراره. بيكون قلقان جدا على مان، وبتروح مان بيتها وبتنام على السرير وهي عيانه. لكن في الوقت نفسه بيكون لوتز واقع في مشكله هو كمان لما بيتخانق مع والده اللي دايما مش فاهمه، وبيمشي وبيسيب البيت. وتوري معاه رالف اخو لوتز، وبيقول لها ان لوتز اتخانق مع باباه ومشى وساب البيت ومش لاقينه في اي حته. فبتقول له يعني مش موجود في شركه جilberta؟ بيقول لها ايه شركه جilberta دي؟ بتستغرب مان لان اخو لوتز وكمان اهله كلهم ما يعرفوش اي حاجه عن شغل لوتز. تطلب مان من توري تودي رالف شركه جilberta، وبيستغرب رالف ان اخوه شغال في مكان فخم زي ده. لكن لما بيوصل بينادى على لوتز وبيطلب منه يجي معاه بالعافيه. هو بيعمل مشكله مع لوتز اثناء الشغل، فبيضطر حراس الامن يطردوه بره. وعلى مدار الايام اللي بعد كده بتكرر الموضوع مع كل اهل لوتز، وبتيجي مامته كمان وبتتخانق وبتقول لهم رجعوا لنا ابنها لوتز. بيحصل قلق وسط العاملين في شركه جilberta. لما بتتحسن صحه ميان بتروح للسيد بينو بتساله ايه الحكايه بالظبط. بيقول ان سبب المشكله دي في الاساس انه كان عايز ياسس ورشه في المدينه اللي جنبهم، وعايز ياخد لوتز معاه عشان يفحصوا المكان. بس لما قال لباباه رفض السفر، فاتخانق معاه لوتز وساب البيت. بوصل لوتز وبتساله ميان هو عايش فين دلوقتي، فبقول له انه عايش في البدروم كمدرب مقيم عند السيد بينو. بقول لها بينو انه بيفكر يحل المشكله بانه يتبنى بينو ويكون معاه دايما، بس لازم اهله يوافقوا على التبني. وبتحس ميان ان قد ايه لوتز وضعه وحش، وهي في الكنيسه بتعمل الحسابات مع كبير الكهنه، وبيكون واضح انها سرحانه ومش مركزه، وبتقعد مده من غير ما تنجز. وبيلاحظ كبير الكهنه انها سرحانه، فبيطلب منها انها تيجي الغرفه السريه. بقول لها انت ليه مش مركزه في الشغل؟ بتقول انها مساله شخصيه مش عايزه توجع دماغه بيها. بقول لها انه طالما الموضوع مأثر على شغلها يبقى لازم هو يتدخل. وبتحكي مان لكبير الكهنه مشكله لوتز مع اهله، بتقول له ان بينو عايز يتبناه بس لازم اهله يوافقوا. بقول لها ان ممكن اثبات ان لوتز طفل اهله سايبينه علشان كده بقى متدرب مقيم، وتاخده هي في الميت
الميتم عندها وبعدها تمضي ميان مع كبير الكهنه قرار بمنح لوتس للتبني بواسطه بينو. بس ميان بتقول له انها برضه مش عايزه عيلته تتشتت، بيقول لها انه هيبعت لاهله ويشوف الوضع ايه وايه الانسب ليهم. وبيعمل كبير الكهنه اجتماع في مكتبه وبيجيب كل اطراف الخصومه، لوتس وباباه ومامته وبينو، وبتقعد ميان وبيديها كبير الكهنه جهاز سحري بيسمح لها تتكلم، لكن محدش يسمع كلامها غيره، انها المفروض ما تتدخلش خلال الجلسه عشان ما يحصلش حاجه والامور تكبر. بيقول لوتس لكبير الكهنه ان اهله واقفين قدام طموحه ورافضين سفره مع السيد بينو. بيوضح بينو لاهله سبب السفر وانه عايز يعمل ورشه تانية هناك، وعشان كده عايز ياخد لوتس معاه، انه اكتر واحد بيفهم في الشغل ده وانه هيبقى خليفته في المستقبل. هو يوضح بابا وجهه نظره وانه خايف على لوتس لان الطريق مليان حراميه وقطاع طرق. فبقول له بينو ان السفر هيبقى بعربيه متامنه جدا وكمان هياخد مده قصيره وهي يوم ونص. بقول كبير الكهنه الاب يرضيك ده؟ فبقول له تمام موافق. ابتدوا يتناقشوا مساله رغبه بينو في تبني لوتس، وبيقول لهم ان لوتس قمر متدرب عنده في التجاره وهو ما عندوش ولاد وعاوز يورث لوتس شغله كله. بس مامة لوتس عينها بتدمع وبتقول له بعد ما شلتك في بطن 9 شهور وربناك وكبرناك عايز تسيبنا؟ وبتاثر لوتس هو كمان. فبقول كبير الكهنه انه في الحاله دي ما بيقدرش يوافق على فكره التبني، فبيعرض بينه عليهم حل تاني هو انه يوصف كل اعماله المستقبليه للوتس، يعملوا عقد بكده في نقابه التجار. بيوافق الاب اللي بيكون واضح انه بيحب لوتس قوي بس طريقته في التعبير عن الحب خشنه ومش عارف يوصل ده للوتس. فبينه بيقول له يبقى لازم نروح على طول نعمل العقد ده في نقابه التجار دلوقتي. وبيطلب الاب من لوتس يتاسف على اللي عمله وبيعتذر لوتس بصوت عالي. بيقول لوتس لباباه انه يبذل جهده كله علشان يبقى اكتر تاجر ناجح، وبيعت لوتس والاب بيقول له بلاش تبكي عشان انت راجل. بيروح لوتس مع مامته وباباه وبيقول له مامته انه جعان قوي، فبتقول له انت ناسي اننا رايحين مع السيد بينو دلوقتي من قبض التجار عشان نجهز العقد ونمضيه. هما بيخرجوا من الكنيسه بيلاقي لوتس اخواته مستنيينه باخدوه بالحضن وبيقولوا له انهم وحشهم قوي. ويقول كبير الكهنه الميان شفت ازاي اننا مش لازم نحكم بسرعه من غير ما نسمع الطرف التاني، وازاي اتضح ان سبب رفض اهل لوتس لسفره وخوفهم الشديد عليه من الطريق. وبيقول لها فرحانه ميان ان اللي تمنيتيه اتحقق وان الاسره ما اتفرقتش اهي. فبتقول له ميان انها فرحانه قوي وبتنفجر من عينيها الدموع بعد ما اتاثرت بالموقف، وبتاثر كبير الكهنه علشانها بدها منديله تمسح دموعها، وبتلاحظ اسم مطرز على المنديل وبيكون هو اسم فرديناند، وبتكون ديت اول مره تعرف فيها ميان اسمه الحقيقي ده. لما بيخرج اهل لوتس من الكنيسه بتستغرب مامته من سبب وجود ميان هناك. فالسيد بينو بيقول لها يا ريت تخلي اللي شفتيه ده سر وما تقوليش لحد عليه. فبتقول له انها مش هتقول لحد لان لو ميان موجوده في الكنيسه فاكيد في سبب قوي جابرها على كده. ونشوف ميان بتحل مشكله لوتس لكنها بتحس بشويه قلق في عيلتها لما بتحس ان مامتها مريضه وصحتها تعبانه. بتسال مامتها انت كويسه ولا لا؟ بس مامتها بتطمنها وبتقول لها انها كويسه بس التعب ده كله بسبب انها حامل. بتقول له ميان انت هتبقى اخت كبيره، وبتقول ميان لمامتها انها هتبقى اخت كبيره، وبتفرح ميان قوي بالخبر ده وبتروح لكبير الكهنه وبتطلب منه يخلي البنت اللي اسمها ويلما موجوده في الميتم ورسمت لها قبل كده كروت القرايه تبقى خدامه عندها عشان عايزاها ترسم لها كتاب مصور كهديه للطفل اللي مامتها هتولده. بيستغرب الكاهن وبيقول لها الكتب دي حاجه غاليه قوي وانت عايزه تدي لطفل لسه مش فاهم اي حاجه. وبعدين بيقول لها الطفل ده نقطه ضعف ليكي ومش لازم الكاهن الاكبر يعرف بالموضوع ده لانه عارف انها ضعيفه ناحيه اسرته ومحدش ممكن يعرف هو ممكن يعمل ايه. وبيقول لها انها طالما عايزه تضم خدامه بتجيد فن الرسم فالاول انها تضم خدامه بتجيد حرفه الموسيقى لانها من التسليات المشهوره في مجتمع النبلاء. وبيرد عليها فان اسمه روزينا اللي كانت خدامه عند كاهنه اسمها كريستينا وبتجيد العزف على الموسيقى وممكن تعلم ميان. وبتروح ميان لويلما الميتم بس ويلما بتقول لها انها مش هتقدر تسيب الميتم عشان الاطفال الصغيرين اللي هناك مش هيلاقوا حد يعتني بيهم لو هي مشت. وبتحاول ميان تشوف وسيله عشان تخلي بيها ويلما تفضل في الميتم مع الاطفال وفي نفس الوقت تبقى خدامه عندها. وبتبعت لكبير الكهنه بخصوص الموضوع ده وبتقول له ان الاطفال في الميتم ممكن يسخنوا بالليل او يتعبوا فلازم ويلما تفضل معاهم. وبقول لها لو ويلما مش هتقدر تبقى معاكي يبقى الاولى انك تجيب الخادمه روزينا تعلمك الموسيقى. فبتساله ميان هل الموسيقى بتدخل في جزء من طقوس الكنيسه؟ فبيطلب منها تمسك الاداه السحريه اللي تسمح لهم يتكلموا سوا من غير ما حد يسمعهم وبتضمن لهم خصوصيه الحوار. وبقول لها لا مش ضروريه للطقوس لانها هتكون مهمه ليها لما تنضم لمجتمع النبلاء. فميان بتقول له انا مالي ومال النبلاء انا في الاساس مش نبيله. فبقول لها انه عاجلا او اجلا هتبقى جزء من مجتمع النبلاء. فبتقول له انا مش ناوي اسيب عيلتي. فبيشرح لها انه بيتكلم لما تكبر وتبقى في سن الجواز ومع نقص عدد النبيلات هتلاقي عدد كبير من الشباب النبلاء بيتلموا حواليها عشان يطلبوا الجواز منها لان عشان النبيل يخلف لازم يتجوز واحده
واحده عندها مانة زيها، وده مش متوافر غير في النبيلات والبنات اللي زيها وعندهم مرض ملتهم. لو اختلفت المانة بين الاتنين فمش ممكن انهم يخلفوا اطفال. فبتقول له يعني انا هكون مجرد وسيله للانجاب بالنسبه لهم؟ فبقول لها انت اللي هتحددي ده، المهم تعرفي كل تقاليدهم واساليبهم وطرقهم عشان تاخدي حذرك منهم وما تقعيش فريسه سهله ليهم. كمان بتقول له انها موافقه تكون روزينا خادمه ليها، لكن ما عندهاش آلات موسيقيه من الاساس. بعد ما بيخلص الاجتماع بتلاقي مان كبيره الكهنه بعت لها مجموعه كبيره من الآلات الموسيقيه، بتتعرف على اسم الآلة هو الهارش بيل، وبيعزف عليها كبير الكهنه بطريقه جميله ومؤثره جدا. هو بيغني وبتسقف له ميان بعد ما بيخلص. بتقول له لو كنت مطرب عاطفي كان زمان كل البنات اتجننت عليك. فبقول لها انت بتقول ايه بس؟ فبتقول له ولا حاجه، انا بس بهزر معاك. وبيبتدي يعلمها السلم الموسيقي من اول دور مي فا، بس ميان بتفاجئه بعزف متميز جدا، وبيستغرب ان في واحده من العامه بتعرف تعزف موسيقى، وبيعتقد ان ميان استوعبت تعليماتها بسرعه. اما هي فبتلوم نفسها على تسرعها وانها كانت هتكشف نفسها زي ما حصل مع لوتس قبل كده. وبعدها بتروح ميان لويلما وبتقول لها ان كبير الكهنه وافق انها تكون خادمتها وفي نفس الوقت تفضل مع الاطفال وتبات في الميتم. وبتنادي كمان على روزينا وبتقول لها ان كبير الكهنه رشحها ليها وطلب منها تعينها كخدامه ليها عشان تعلمها العزف على الهرشبيل. وبتقول لها ان تعليم العزف هيكون مهمتك الاساسيه، لكن غير كده هتساعد الخدم التانيين في مهامهم اليوميه. وبتقول لها روزينا انها طبعا موافقه. بتروح روزينا مع ميان جناحها وبتطلب من فان يجيب لها آلة الهرشبيل بتاعتها، وبعدها تطلب منها كرسي تقعد عليه للعزف. بيكون واضح ان فان متضايق من فكره ان روزينا بتأمره وهي من الكهنه الرماديين زيه، ويمكن هو مكانته افضل منها بحكم انه كان خادم كبير الكهنه. وبتحس ميان ان في حاجه غلط بس ما بتبقاش عارفه ايه هي. وبتفرح روزينا لانها رجعت تعزف بعد غياب. بعدها بتبدا تمسك الهرشبيل وبتعزف عليه لحن قصير وبيكون عزفها جميل قوي وبيعجب ميان. بعدها بتبدا ميان مع روزينا دروس العزف على الهرشبيل. وبعد ما بيخلصوا التدريب وبتطلب ميان من فان يشيل الهرشبيل بتاعها، وبتعمل روزينا زيها بتطلب منه ياخد الهرشبيل منها، لكن مان بتقرر انها توقفها عند حدها. بتقول لها ان فان هو كبير الخدم بتوعي وما ينفعش تهينه بالشكل ده. فبتقول لها روزينا ان الخدمه هي عمله. بتقول لها ان زيك ويا ريت تقومي بعدها وتساعدي جيل وديليا في نقل الميه. بس روزينا بتقول لها ان ده شغل الخدم العاديين وانها لو اشتغلت زيهم صوابعها هتبوظ ومش هتقدر تعزف كويس زي الاول. فبتقول لها ميان انها مش هتسمح لها تهين الخدم بتوعها وهي تشتغل زيهم يا اما تسيب الخدمه عندها. فروزينا بتقول لها ان المشكله عندها وان فاهمه دورها غلط ككاهنه بلبس ازرق. لكن ديليا بتزعل روزينا وبتقول لها انت اللي غلطانه مش السيده ميان. وبتقرر ميان انها تسال كبير الكهنه عشان تعرف هي الصح ولا لا. بيجي وقت التدريب اللي بعده وجيل وكمان ديليا بيشتكوا ان روزينا كسوله وما بتصحاش حتى معاهم الصبح ولا بتساعدهم في اي حاجه. فروزينا بتقول لهم ان دورها تعلم ميان الموسيقى وده وقت التدريب، وبتطلب من ميان تيجي فورا. وبتعتذر ميان لديليا وبتقول لها انها تتدرب وهتشوف الموضوع بتاعهم. ولما بتخرج بيفهمها فان الوضع وبيقول لها ان السيده كريستين اللي كانت شغاله معاها روزينا كانت بتفصل الخدم الموهوبين عن الخدم العاديين وبزي رمادي وما كانتش بتخليهم يعملوا اي اعمال الخدم العاديه. وبعدها رجعت كريستينا لمجتمع النبلاء وسابت الكنيسه ورجعت روزينا للميته، وعشان كده روزينا كانت متوقعه انها تتصرف بنفس طريقه سيدتها كريستين. وبعد التدريب بتكلم مان كبير الكهنه وبيقول لها اذا كانت روزينا رافضه العمل وهتسبب مشاكل بينها وبين الخدم بتوعها فممكن انه يمشيها ويجيبوا واحده تانية. بس مان بتقول له انها تفكر الاول وتتشاور مع الخدم بتوعها وترد عليه. وبتروح مان لويلما اللي كانت تعرف روزينا كويس، فبتقول لها ان السيده كريستين كانت معاملتها مختلفه للخدم الموهوبين في الموسيقى زيها وده اللي ملخبط روزينا، وبتطلب منها تديها فرصه تانية. وبتجتمع ميان مع الخدم الخمسه وبتطلب من روزينا انها تشتغل معاهم لكن في الاعمال المكتبيه عشان صوابعها ما يحصلهاش حاجه. فروزينا بتقول لها انها ما عملتش ده قبل كده، فبتقول لها انها ممكن تتعلم زي ديليا وجيل. وبتقول لها خدي وقتك وفكري، يا اما توافق على الشروط دي يا اما ترجعي الميتم تاني. تقعد روزينا تفكر بالليل وبتروح ويلما وتتكلم معاها. بتقول لها انها لو اشتغلت بجد فهتشوف معامله تانية مختلفه من ميان هتعجبها. بتروح روزينا لميان وبتقول لها انها موافقه على الشروط بتاعتها، وبتقابل ميان كبير الكهنه في جناحها وبتقول له انها حلت المشكله وهتخلي روزينا معاها، بالرغم من انها متاكده ان روزينا وافقت على شروطها بس عشان خاطر ما تبعدش عن العزف. وبتلاحظ ميان اختفاء ويلما وقت وصول كبير الكهنه، وبتقول روزينا لميان ان ويلما ما بتحبش تظهر قدام الرجاله وده بسبب ان في واحد من الكهنه النبلاء حاول يضايقها ويخطفها بالعافيه، ومن ساعتها بقت تخاف تظهر قدام اي حد
حد منهم. بعدها بتروح مان لغرفه تعليم اطفال الميتم وتحكي لهم قصه الخنازير الثلاثه والذئب. وبيعجب الاطفال بالقصه قوي وبيطلبوا منها تحكي لهم قصه جديده المره الجايه. بعد الدرس بتقول مان لويلما انها عرفت حكايتها من روزينا، وعرفت انها بتخاف الزور قدام الرجاله من ساعه الحادثه اللي حصلت معاها، والواضح انها كانت سبب رفض ويلما للخروج من الميتم. وبتقول لها ميان ما تقلقش وانها هتراعي الموضوع ده، وانها قررت تجيب روزينا معاهم كل مره بدل فان عشان تجنبها الحرج. وبعدها بتطلب ميان من ويلما ترسم لها القصه دي عشان عايزه تعملها في شكل كتاب مصور للاطفال، لكن ويلما بتقول لها انها عمرها ما خرجت من الكنيسه قبل كده، وللسبب ده فهي ما تعرفش شكل الخنازير او الذئب وهيبقى صعب عليها ترسمه. فبتقرر ميان تغير الفكره وتعمل نسخه مبسطه من الكتاب المقدس تكون خاصه بالاطفال ويتعلموا فيه القرايه. وبتروح ميان مع لوتس وجيل عشان تجمع اغصان من القرنبي لصنع ورقه لكتابها الجديد، لكن بتفتكر ميان هناك انها محتاجه نسخه لكل طفل، وهنا مفيش الات نسخ او طباعه، فبتفكر تطبع باستخدام طريقه اللوح الخشب القديمه، وهي انها تحفر اللي عايزاه على لوح خشب وتغمسه في الحبر وتطبعه على ورقه منفصله. وبتروح ميان للسيد بين وبتطلب منه حبر، فبقول لها انت مش عارفه ان الحبر غالي قوي، فبتقول له انها نسيت تعمل حساب لكده، فبقول لها لو كنت عايزه تبقي تاجره شاطره لازم تعملي حساب لكل حاجه، فبتقول له انها دلوقتي بقت كاهنه متدربه مش تاجره. وبتقرر ميان تعمل حبرها بنفسها من خلال رماد الافران الممزوج بالزيت، وبتطلب من خدم ينظفوا مداخل الكنيسه، وبتنظف هي ولوتاز افران بيتهم عشان يجمعوا اكبر قدر من الرماد. وببعت لها كبير الكهنه وبقول لها ليه بتجمعوا الرماد، ولو عرف الكاهن اكبر بتصرفاتك هتبقى مشكله، فبتقول له انها عايزه تعمل حبر رخيص لكتابها اللي هيكون عباره عن نسخه مبسطه من الكتاب المقدس للاطفال. وبيعجب كبير الكهنه بالفكره وبيديها الاذن تكمل جمع الرماد. وبتروح مال النجار يعمل لها لوحه طباعه، وبتاخد رسمه ويلما وبتطلب من اخو لوتاز يحفرها على خشب مع الحروف بشكل مقلوب، وبتجرب تطبع باللوح بس الرسمه والكتاب ما بيكونوش واضحين. بيروح الاطفال لويلما ويقول ان رسمتها اتطبعت على ورقه قدامهم، وبيشدها واحد منهم من هدومها وبيفكرها ده باللي حصل من الكاهن اللي حاول يأذيها، وبتزق الطفل من غير ما تحس. وبتقرر مان انها تجهز نسخه مبسطه من رسمه ويلما بحيث تطبع باللونين الابيض والاسود وتكون ظاهره وواضحه. وبتوري مان ويلما النسخه اللي عملتها، وبتقول لها ويلما انها تجتهد عشان تعمل زيها. وبتروح مان لكبير الكهنه وتوريه النسخه المبسطه اللي حضرتها من الكتاب المقدس للاطفال، وبيسكت كبير الكهنه لما بيقرا ويطلب منها يدخلوا الاوضه السريه. وبتشك مان ان هيزعق لها والكتاب ما عجبوش، بس هو على العكس بيكون الكتاب حبه جدا، بس مستغرب ازاي مان قدرت تستوعب الكتاب المقدس اللي الفهم بتاعه صعب قوي وتبسطه بالشكل ده، خصوصا انها اول ما جت الكنيسه ما كانتش عارفه تقرا في الكتاب المقدس من الاساس. وبقول لها الموضوع كانك اخدت تعليمك في بلد اجنبي ومشكلتك كانت اللغه. وبتقول له ميان انها اتربت واتعلمت هنا، وبقول لها وازاي اتعلمت ده؟ بتقول له شخص تاني سالني نفس السؤال ده قبل كده وجاوبت عليه وقلت له اتعلمت ده في احلامي في عالم سبته ومش هعرف ارجع له تاني. بعدها بتكون ويلما صممت الصوره وبياخدوها عشان يطبعوها، بس ويلما بتطلب تروح معاهم وبتكون مان رافضه وخايفه عليها لان الورشه كلها رجاله. وبتقول لها ويلما الاطفال شجعوها وقررت تواجه مخاوفها، وبتروح معاهم فعلا، وهناك بيبتدوا يطبعوا اول رسمه ليهم وبتكون جميله قوي لما بتطبع، وبيشتغلوا باستمرار وكل رسمه تخلصها ويلما يطبعوها لحد لما الكتاب بيكتمل خلاص. وبتروح مان بالورقه لاختها توري وتطلب منها تخيطه في شكل كتاب، وبتعمل كده توري وبتطلعوا كتاب جميل وغلافه مطرز كمان. وبتفتكر مان كل الصعوبات اللي عدت عليها خلال سنتين عشان تخرج باول كتاب ليها، وعينها بتدمع من الفرحه. وبيكون معاه لوتاس وفرحان هو وتوري بأول إنجاز ليها، وبيقول لها لازم تكملي وتعملي مكتبة. وبتقول لهم لولا مساعدتكم ليا انتم الاتنين ما كنتش قدرت انجح في تحقيق حلمي. بيقابل الكاهن الأكبر واحد من الكهنة النبلاء من لابسين اللبس الأزرق واللي شتم ميان قبل كده أول ما كانت منضمة للكنيسة، وبيقول لها عايزين نبعد ميان عن مهرجان الحصاد وكفاية عليها المكاسب الكتيرة دي اللي بتدخلها من تجارتها. وبتقابل ميان الكاهن ده بالصدفة في الطريق وهي رايحة مع فان عشان تقرا في المكتبة لأن القراية وحشتها بعد ما بعدت عنها فترة بسبب انشغالها بموضوع الكتب اللي كانت بتصنعها وتألفها. وبتنحني ميان قدام الكاهن اللي باللبس الازرق لما بيعدي زي ما عمل فان، تسمعه بيقول واضح انها عارفه قيمتها كويس. ولما بيعدي بيقول فان لميان ان ما كانش ضروري انها تنحني للنبيل لانها كاهن بلبس ازرق زيه، فميان بتقول له انها في النهايه ما هياش واحده من النبلاء زيه. وبتكمل تراعي المكتبه، لكن اول ما بتوصل بتتصدم من المنظر اللي بتشوفه لما بتلاقي محتويات المكتبه واقعه على الارض ومتبهدله ومرميه في كل حته. تفتكر ميان الجمله اللي قالها لها الكاهن اللي باللبس الازرق وان ما كانش لازم يتعب نفسه، وبتقول عرفت الجاني اللي عمل كده مش هرحمه ابدا مهما حصل. بقول لها فان
انها الاحسن تروح تتشاور مع كبير الكهنه في الموضوع، بس ايمان بتكون متعصبه وبتصر انها تروح وراه، فان بيضطر يوقفها بالعافيه وبياخدها على كتفه وبيوديها لكبير الكهنه، بيقول له على اللي حصل. فكبير الكهنه بيقول له عملت خير يا فان انك جبتها على هنا، وبيقول لها تعالي يا متهوره نتكلم في الاوضه السريه على اللي حصل. بتدخل مان وبتقول له على اللي حصل بالظبط، وانها متاكده ان نبيل ده هو اللي عمل كده، فبيسالها عن اسمه، فبتقول له انها ما تعرفش اسمه بس عارفه شكله انها شافته قبل كده. وبيقول لها كنت ناوي تعملي في ايه؟ فبتقول له ما كنتش ناوي ارحمه وكان هيبقى في مهرجان دموي هنا. فبقول لها على كل حال كل الكهنه اللي باللبس الازرق مشوا من الكنيسه وراحوا يحضروا مهرجان الحصاد السنوي، مش هيرجعوا اللي بعد 10 ايام. مان بتقول له انها تضطر ترتب الكتب، بيقول لها ان الكتب مترتبه حسب تاريخ الوصول اللي هي ما تعرفوش، فبتقول له في الحاله دي هتضطر تستخدم ترتيب خاص بيها، فبيديها قايمه بالكتب اللي اتبرع بها للمكتبه عشان تساعدها في جمع الكتب. وتقول مان في نفسها ان الكتب اللي اتبرع بها للكنيسه كتير قوي، لان الكتب غاليه وثمينه في الزمن ده. فمان بتقول في نفسها هو مين كبير الكهنه ده بالظبط، وبتاخد مان الخدم بتوعها بتقول لهم انها ناويه ترتب المكتبه، وبيجي لهم احباط من كميه الشغل، بس مان بتقرر ترتيب الكتب بطريقه تسهل عليهم كتير، وهي طريقه بسيطه واسمها تقسيم نبتون العشري، وبتكون عارفاه من الوقت اللي كانت لسه فيه في العالم بتاعها، وشغاله هناك امينه كتب. وبيعتمد تقسيم نبتون العشري على تقسيم الكتب ل10 فروع اساسيه، منهم الادب والفنون والعلوم الاساسيه والاديان، بس بتلاقي انه تحت كل تقسيم رئيسي لازم تخترع تقسيم تاني جديد بيعتمد على نوعيه الكتب في العالم ده، وبيساعدهم الترتيب بالطريقه دي على انهم يخلصوا شغلهم بسرعه. بس بتلاحظ ان كتب السحر اللي اهداها كبير الكهنه للمكتبه مفقوده والرف بتاعها فاضي. بيروح كبير الكهنه يشوف مان عملت ايه، فبتقول ان كتب السحر اللي اهداها للمكتبه مختفيه. بيقول لها مفيش مشكله هي موجوده في الجناح بتاعي، بس بيكون مستغرب ازاي هي قدرت تكتشف الموضوع بالسهوله وبالسرعه دي. مان بتقول له انها اعتمد طريقه معينه في تقسيم الكتب، وبياخدها كبير الكهنه على الاوضه السريه عشان تشرح له الموضوع بالتفصيل، وهناك بتقول له انها اعتمدت تقسيم شهير اسمه تقسيم نبتون العشري، وبتشرح له الموضوع بالتفصيل واسم الشخص اللي اخترعه. وبيستغرب رئيس الكهنه من المعلومات الغريبه اللي عند ميان مش موجوده عنده كنبيل، المفروض يعرف اكتر منها. وبتكون كتب السحر لفتت نظر ميان اللي مش مشهوره في العالم الحقيقي، وصعب تلاقي ليها رف في اي مكتبه عاديه. وتطلب ميان من كبير الكهنه نسمح لها تقرا في الكتب بتاعه السحر، وبيقول لها المشكله في كتب السحر انها محتاجه تطبيق بادوات السحريه مش موجوده غير عند النبلاء، وكمان مش مناسبه ليها. وبتفضل ميان تترجى فيه بس هو بيستمر في رفضه للموضوع، وده بيجيب لها احباط وبتزعل. وبعدها بتروح للميتم، وهناك بتلاقي لوتس وتوري جم عشان يعلموا اطفال الميتم ازاي انهم يخيطوا الكتاب ويعملوا له غلاف، بس المشكله بتكون ان اغلبهم ما بيكونش استخدم الابره والخيط قبل كده، وما بيقدرش يخلصوا غير بس نص كميه الكتب اللي كانوا ناويين يخلصوها. وبتقول توري الميان انها بتفكر تعلم الاطفال اصول الخياطه واستخدام الابره لانها هتكون مهاره مفيده ليهم، خصوصا لو حبوا يخيطوا هدومهم المقطوعه بنفسهم. وبتقول ميان لتوري ان الفكره دي تعتبر ممتازه، وبتقول ميان للوتس انهم لازم ياخدوا نسخه من الكتاب عشان يوروها لبينو. وبيستغرب بينو من طريقه ربط الورق بالخيوط بدل من استخدام الصمغ، وبنبير برسومات ويلما المطبوعه في الكتاب والكميه من الكتب اللي لحقوا يعملوها في وقت قصير. وبقول لها بينو ناويه تبيع النسخه بكام، بس مان بتقول له انها مش عامله الكتاب ده للبيع وهي عاملاه لتعليم الاطفال في الكنيسه، بس بينو بيقول لها انها لازم تبيعه لانه هيحقق مبيعات حلوه جدا بسبب فكرتها الجديده. وبيتخانقوا سوا، وفي الاخر بينو بيقول لها يعني مش ناويه تعملي كتاب للناس اللي بره الكنيسه، وبتقول له انها ناويه تعمل كده فعلا وناويه تالف كتاب للكبار كمان وهتكون مش مصوراه. وبقول لها ابتدي اشتغلي واحنا هنبيع. وبتقول له انها محتاجه شويه ادوات مكلفه زي اللوح الخشبي للطباعه والقالب اللي بتتحفر عليه الحروف بالمقلوب عشان تقدر تطبعها. فبقول لها انه موافق ويوفر لها كل الادوات اللي هي محتاجاها. بتقول له انها عندها افكار تانية زي لعبه الكوتشينه اللي بتتكون من كروت شبه الكروت اللي كتبت عليها الاطفال الحروف الابجديه. فبقول لها ان لعبه زي دي اكيد هتنال اعجاب النبلاء. وبطلب منها بينو تزور كورينا زوجة اونو، وبتطلع لها ميان وبتلاقيها قربت تولد. وبتكون كورينا فصلت لميان لبس جميل خاص باداء الطقوس في الكنيسه وبيطلع جميل ولايق عليها. بتروح ميان وبتقول لوالدتها ان كورينا خلاص قربت تولد الشتاء ده، فبتكلمها مامتها عن نفسها وبتقول لها ان هي لسه قدامها بدري ومش هتولد قبل الربيع. وميان بتقول لمامتها انها مش هتخليها تجهد نفسها في الشتاء او تعمل اعمال كتيره، وبتقول لهم هي ناويه تقضي الشتاء في البيت بسبب ان صحتها مش هتستحمل الخروج في البرد ده. في الوقت نفسه بيكون كبير الكهنه بيقرا في نسخه الكتاب اللي عملتها ميان، بيستغرب انها قدرت تعمل كميه الكتب دي في وقت قصير، وبيبعت لميان اللي بتشرح له انها استخدمت طريقه اسمها الطباعه باستخدام اللوح الخشبي وقدرت من خلالها تطبع عدد كبير من الكتب. وبيستغرب كبير الكهنه من معلوماتها وبيقول لها انت بتلفتي النظر ليكي في اي حاجه بتعمليها ولازم تحرصي وتاخدي بالك وتقللي لفت الانظار. فبتقول انها بتحاول تعمل كده، وبتقول له ميان انها محتاجه تصنع شويه صمغ ومساعده ورشه اطفال الميته، بس المشكله ان الصمغ ريحته مش حلوه. بيقول لها يسمح لها تعمل الصمغ هنا بس بشرط تتخلص قبل ما كان الزرق يرجعوا من موسم الحصاد اللي هيغيبوا فيه. وبتقول
وبتقول مان لكبير الكهنه انها ناويه تفضل في بيت والدها في الشتاء، بس كبير الكهنه بيقول لها ان طقوس تكريس المانا كلها بتكون في الشتاء، لكن بما ان الخروج في البرد صعب عليها لازم تكون متدربه مقيمه خلال فتره الشتاء. وبتقعد مان سرحانه وبتقول لها روزينا مالك، وبتقول لها ان كبير الكهنه طلب منها تقيم في الكنيسه طول فتره الشتاء وهلاقي اكيد هيزعلوا. وبتكون مان كمان بتفكر ان ميتم واطفاله محتاجين شويه تحضيرات خلال الشتاء، وبتروح تقابل لوتز وبتحكي له على موضوع الاقامه في الكنيسه. بيقول لها اكيد والدك هيتعصب قوي، وبتقول له ده اللي مخليها خايفه. بيقول لها طالما انك قابلت بالشغل مع الكنيسه لازم توافق على طلباتهم، كمان القعده هناك ممكن تكون مفيده ليك لان جناح الكنيسه اللي متخصص ليكي ادفى من البيت، كمان فن اتعلم ياخد باله من صحتك. وبتروح مان تكلم باباه اللي بتعصب فعلا في الاول، بس بتقول له ان رئيس الكهنه قال انهم ممكن يجوا لها هناك في اي وقت. وبقول لها انا اتفقت معاهم من الاول انك تفضلي هنا معانا وما تبعديش عننا ابدا. وبتقول له انهم وافقوا يقبلوها في الكنيسه في مقابل تكريس المنى بتاعتها، وده اللي محافظ على صحتها لحد دلوقتي، انها بتتخلص من المنى الزياده والملتزم ما بيتعبهاش زي الاول. ولو التلج بدا ينزل مش هتقدر تخرج من البيت، عشان كده الحل الوحيد هو انها تقيم هناك. مامتها بتقول لها وانت قررت ايه يا ميان؟ بتقول لها انها شايفه انهم يوافقوا عشان تعمل طقوس التكريس وكمان تاخد بالها من اطفال الميتة اللي هي مسؤوله عنهم في الشتاء. ولما بيشوف باباها يصرها بيقول لها انه موافق طالما هيعرفوا يزوروها. وبتقول لها مامتها لو تعبت مين اللي هيقعد جنبك؟ بتقول لها الخدم بتوعي. بتقول لها انها تعلمهم يعتنوا بيها ازاي في حاله لو جالها حمى. وتيري بتقول لها انها تروح الميتم تعلم الولاد الخياطه وتتعلم هي كمان القرايه والكتابه. وبابا بيقول لها ليه دايما بتطلبي من توري المساعده وانا لا؟ بتقول انها محتاجاه عشان يخزنوا اللحوم للشتاء عشان الميتم، وبيساعدها والدها في كده وبتخزن كمان شموع. بقول لها فان انها لازم تتعلم طريقه صلاه الفرسان. وبتقول له هل دي ليها علاقه بتكريس المانا؟ فبقول لها لا، بس مجلس الفرسان قريب هيبعت طلب ولازم تروحي مع كبير الكهنه. وبطلب منها انها تستعمل لبس الطقوس. بتروح لكورينا وبتجيب اللبس اللي بيكون خلاص بقى جاهز، وبعد فتره بيوصل طائر شكله غريب بيخترق الازاز وبيدخل من شباك الاوضه بتاعت كبير الكهنه. ولما بيحط كبير الكهنه ايده على راسه بيتكلم بصوت شخص. بيطلب من كبير الكهنه انه يستعد بالفرسان وكاهن لاداء الطقوس. هو بيكلم كبير الكهنه باسمه اللي مان شافته مطرز على المنديل قبل كده، هو فرديناند. وبيطلع كبير الكهنه عصايه سحريه وبيحطها على الطائر فبيتحول حجر وبيسلطها عليه تاني فبيتجول الطائر من جديد، وبيبعته برساله انه يجهزها وبيطير الطائر وبيخترق الازاز. وبتقول مان في نفسها انها شكلها داخله في عالم سحر جديد وغريب. وبقول لها رئيس الكهنه تجهز لبس الطقوس بتاعها عشان طلب سلاح الفرسان وصل. وبتجيب مان اللبس اللي عملته ليها كورينا، وبتروح مع فان عشان تقابل كبير الكهنه عند بوابه النبلاء زي ما طلب منها. وبيجيبوا تصميم لبس الطقوس بتاعها اللي بيكون عليه شعار مشغل ميان، ويهمس لها فان وبيقول لها مهما كان اللي شفتيه حاول ما تبينيش مشاعرك على وشك. تستغرب ميان من لبس كبير الكهنه اللي بيكون عباره عن بدله حديديه. بتقول له ايه اللبس ده؟ بيقول انه بيشارك بصفته فارس مش كاهن، وبيقلع من ايده خاتم وبيديه ليها. اول ما بتحطه في صباعها بيلمع باللون الازرق، وبياخدها كبير الكهنه وبيروح يفتح بوابه سحريه وبتتذهل ميان. هو بيفكرها ان كده شخصيه انها من العامه بدات تظهر، فبتكتم ذهولها بسرعه وبتلاقي نفسها في حي جميل ومتقسم لبيوت منفصله. بيقول لها ان ده هو حي النبلاء. وبيروح يقابلوا طائفه الفرسان وبيقدم لها ليهم كبير الكهنه. بيتصرف ميان كويس وبيعمل كبير الكهنه اشاره بايده، وبتظهر تماثيل حيوانات مجنحه وبيبتدوا يركبوا عليها. وميان مستغربه ليه بيعملوا كده. بيقول لها كبير الكهنه ان الحيوانات المجنحه دي بتاخد المنى بتاعتها بتحولها لطاقه حركيه بتنقلها لاي مكان هي عايزاه. وبتشوف ميان مركز المدينه وبتبقى فرحانه ومذهوله، بس من جديد كبير الكهنه بيفكرها ان دي مش تصرفات النبلاء. تنزل بيهم الحيوانات عند مكان فيه شجره ضخمه ليها فروع مرعبه بتتلوى زي التعابين والافاعي. وبتسال ميان كبير الكهنه ايه الشجره دي؟ بيقول لها ان دي الترومبي. وبتقول انها عمرها ما تخيلت ان الترومبي ممكن يوصل للحجم الرهيب ده. بيقول لها انها لما توصل للحجم ده بيكون واجب على سلاح الفرسان انهم يتدخلوا. بيقول لها دورك انك تعالج التربه اللي الترومبي مص منها المنى بتاعتها وترجعها سليمه تاني. بتحاول ميان تنزل من على الحيوان المجنح لوحدها، بس بتفتكر ان ده مش تصرف نبيل وتقعد لحد ما كبير الكهنه ينزلها. بتقول لهم ميان صلاح حافظتها زي ما اكد عليها فان عشان تحميهم خلال المعركه. وفجاه بتلاقي الخاتم بتاعها بيلمع وفي نقطه مضيئه بتنزل عليهم من فوق وبتندهش من اللي حصل. وبقول لهم الفارس ان الكهنه منحتهم بركتها ولازم يتقدموا للحرب. لكن قبل ما بيمشي بينادى على 2 من الفرسان وبيطلب منهم حمايه الكاهنه ميان من اي خطر يقرب منها. ويمشي باقي الفرسان بيروحوا يحاربوا الترومبي. وتبص ميان ناحيه الحارس بتاعها بس بتلاقيه بيبتسم بجنب شفايفه ابتسامه غريبه وقاسيه. بتحس ميان بالقلق والخوف. بتكون الابتسامه اللي على وش الفارس اللي بيحرس ميان هي ابتسامه سخريه. وبيكون الفارس اللي بيبتسم ده اسمه تشكي كوزا. وبقول لها ان البركات اللي وزعتها على الفرسان ملاش اي لازمه، مجرد اهدار للمانع لانها لسه ما عندهاش بركات اساسا. لكن زميله الفارس التاني واسمه دمويل
بيزعق له وبيقول له انه كلامه غلط، وبيقول لها مع نقص عدد الفرسان فالبريكات بتاعتك ممكن تزود المنع عندهم وتضمن ليهم الانتصار. وتبص مايل لتشكي كوزا وبتلاحظ ان عينيه فيها نفس نظره الكائن المتعجرف اللي بوظ لها مكتبها من فتره قصيره، وبتقول له مان انا اسف اني ازعجتك، وبيفرح انها اتراجعت. وبعدها بيشوف الفرسان وهم طايرين، وبيقول لها دمويل اللي لابس اللبس الازرق هو فرديناند كبير الكهنه. وبتشوفهم مان شايلين اسلحه عباره عن اقواس كبيره، وبتلاقي فجاه الاقواس لونها اتحول للاسود. تسال فان ليه اسلحتهم لونها اتغير، بيقول لها انه كمان مش عارف، اول مره اشوف المنظر ده. بيشرح لها فارس دمويل بيقول لها ان الاسلحه بتتحول للون ده لما تبقى مجهزه لسحب المانا من الترومبي، وانهم في البدايه هيضعفوا الترومبي بالاسهم اللي زي دي قبل ما يبتدوا يهاجموها. وبيشوف كبير الكهنه وهو بيحدف السهم لكن بيتقسم لعدد كبير من الاسهم، وبيكرر الموضوع كذا مره. وبيقول لها دمويل ان نقسم الاسهم بالشكل ده بيحتاج لمانا كتير قوي، ومحدش يقدر يكرر قسم الاسهم كذا مره ورا بعض الا شخص قوي زي السيد فرديناند كبير الكهنه. وبقول لها دمويل انه نفسه فرديناند يرجع تاني معاهم في سلاح الفرسان. وبتقول مان في نفسها ان جسم كبير الكهنه النحيل وبراءته في الامور الحسابيه ما كانتش تقول نهائي انه فارس. وبقول لها دمويل يا ريت ما تقوليش الكلام ده للسيد فرديناند. بتبص له مان وبتقول في نفسها ان في نبلاء بيتكلموا معاها عادي اهو زي كبير الكهنه. وبشوف الترومب فعلا بدا يضعف تحت تاثير الاسهم بتاعت فرديناند، وبيسقط منه فرع، وبيدخلوا عليه بعد كده بالسيوف وبيقطعوا اغلب الفروع. وبعدها بيبتدوا يهجموا بالبلاطات على الجيزه لحد لما بيقطعوا وبيقع الترومب وبيموت. بتقص منه وبتقول عاش يا كبير الكهنه. وبقول لها فان خلي بالك من تصرفاتك يا كاهنه. وبتقول له انا اسفه. لكن دمويل بيقول لها ان السيد فرديناند فعلا كان رائع بطريقته الممتازه في الحرب. وبتقول له انا فرحان ان معركه الترومب خلصت بدون خسائر في الارواح. بيقول لها ان واضح ان قدوم السيد فرديناند معاهم كان دعم كبير ليهم وساهم في انهاء المعركه بسرعه. لكن فجاه بيجي تشكي كوز وبقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا دمويل، ازاي بتتبسط في الكلام ده مع واحده زي دي من العامه؟ فدمويل بيقول له دي كاهنه بلبس ازرق. فبقول له بس دي من العامه كده اكبر مش قابل وجودها بلبس النبلاء في الكاتدرائيه، مش معنى ان في نقص في عدد النبلاء انهم يجيبوا اي حد من العامه ويخلوها معاهم. تفاجئ مان بانه بيشدها من شعرها بيوقعها على الارض، بيحاول فن ينقذها بس تشكي كوزا بيزقه وبيبعده وبيوقعه. وقبل ما بيحاول يقوم بتقول له افتكر يا فان اننا وعدنا كبير الكهنه مهما حصل هنلتزم ومش هنسيء التصرف. وبيكمل تشكي كوزا وبيوقع مان على الارض، وبيحاول دمويل انه يوقفه على اللي بيعمله بس هو بيقول له التزم برتبتك انت نبيل درجتك اقل مني. فبيضطر دمويل انه يسكت. وتبص مان لتشكي كوزا بحقد وهي متضايقه من اللي هو عمله فيها، بس بتحاول تسيطر على نفسها عشان المانا ما تعملش فيه زي الكهن الاكبر. لكن تشكي كوزا بيقول لها بسخريه ايه البصه اللي انت بتبصها لي دي، انت تستحق ان اقلع عينيكي عشانها. وبيطلع السكينه وبيكون عايز يقضي عليها. مره تانية بيحاول دمويل يوقفه عند حده بس هو بيأمره ما يقربش. فبيضطر دمويل يلتزم بتعليماته حسب قوانين سلاح الفرسان. وبتاع مان لقدام في ايدها بتتجرح من السكينه اللي بتكون في ايد تشكي كوزا، والدم بتاعها بينزل على الارض وهو محمل بالمانا. فبيحفز الترومبه عشان يظهر من اول وجديد. وبيطلع الترومبه من تحت رجلين مان وبيكبر بسرعه جدا، وبتلاقي نفسها محبوسه جواه وبياخد طاقه المانا بتاعتها وبيكبر اكتر. بتنادي مان وبتقول الحقني يا لوتس. وبتطلع طاقه زرقاء من الخاتم وبيسمعها لوتس وبيشوفها محبوسه وسط الترومبي بس ما بعرفش هي فين. وبيحاول دمويل انه يقطعها عشان يطلعها لكن السكينه ما بتقدرش تقطع الفروع. لحسن الحظ بيوصل فرديناند او كبير الكهنه وبيتفاجئ بالفوضى اللي حاصله وبيسال في ايه. فمان بتقول له ان ايدها اتجرحت ومكان الدم على الارض طلع ترومبي. فبيزعق فرديناند للفرسان الاتنين وبيقول لهم كان المفروض انكم تحافظوا على سلامتها. بيقول اهم حاجه الاول نقفل الجرح اللي في ايديها عشان نشيل الدم المحمل بالمانا اللي بيحفز نمو الترومب اكتر، وبياخد معاه اداه سحريه عشان يقفل بيها الجرح. وبيقول لها تحاول كمان ما تبكيش لان الدموع بتكون محمله بالمانا هي كمان. وبتقول له مان يستعمل السهم لاضعاف الترومبي. فبيقول لها انه ما يقدرش يستعملها تاني بعد ما استعملها في المعركه السابقه. وبيبعت نداء استغاثه لكارستيد قائد سلاح الفرسان. فبيوصلوا بسرعه وبيبتدوا يهاجموا الترومبي اللي بيكون قوي وبيزقهم بعيد، بس بيرجعوا يهجموا عليه وبيقدروا يضعفوه جدا. وبيطلب فرديناند من دمويل يقطع الفروع اللي لقاها حوالين مان بالسكينه اللي معاه لكن بالراحه بحيث ان مان ما تجرحش مره تانية. والمره دي السكينه بتشتغل بعد ما جرح مان اتقفل لان الدم اللي نازل منها كان بيقوي الترومبي. وبيقدروا يطلعوا مان وبيسالوها هل انت كويسه؟ فبتقول لهم لا انا محتاجه الخدم بتوعي. بتكون مان هتقع وبيسندها فان. وبيقول لها كبير الكهنه ان اللي حصل ده طبيعي انها كانت ملفوفه بالترومبي اللي سحب كتير من المانا بتاعتها، وبيكون محضر جرعه من مشروب يرجع المانا لطبيعتها وبالاساس مجهزها لنفسه علشان ياخدها بعد المعركه. بيدي المشروب لفان وبيقول له شربها ليها، ولما بتشرب مان بتفوق بتحس انها بقت كويسه. بيجتمع كبير الكهنه بالفرسان وبيقول لهم انا عايز اعرف ايه اللي حصل ده وحصل ازاي. فبقول تشكي كوزا ان مان اتحركت حركه مفاجاه فجرحت نفسها بالسكينه بتاعته. وبيبصوا له دمويل بس ما بيتكلمش. بتقول مان دي طبيعه المجتمع الطبقي ده، لكن يا ترى لو انا اتكلمت هيصدقني؟ وبتطلب مان الاذن انها تتكلم لكن بشرط انهم يحموها. تقول لهم على اللي حصل من تشكي كوزا وبياخدوا شهاده دمويل. وبتكون مان قلقانه وخايفه لحسن ما يقولش الحقيقه، لكن باي كلام
كلامها وبيقول انه حاول يمنعه، لكنه قال له انه لازم يلتزم برتبته فسكت. فكبير الكهنه بيقول انه كويس ان الواحد يلتزم برتبته، فبتقلق مان من كلامه وبتحس انه هيقيد تشكي كوزا، لكنها بتتفاجئ بانه بيكمل وبيقول له عارف يا تشكي كوزا مين اعلى واحد في الرتبه بيننا كلنا؟ بقول له انت يا سيد فرديناند. بقول له وانا امرتك تحميها مش تاذيها. بقول له تشكي كوزا بس دي من العمه. بقول له من العمه ولا لا ما يخصكش، هي عندها مانع واختارها الملك تكون جزء مننا، وطالما طلبت منك امر يبقى تنفذه بدون مناقشه. وبقول له انه يتعاقب وكمان غضب ربنا هيحل عليه بسبب اللي هو عمله. كمان السيد كرسيديد كبير الفرسان هيتعاقب لانه اختار 2 فرسان ضعاف للحراسه، وبيعتذر كرسيديد لكبير الكهنه اللي بيقول لميان تقوم تروح معاه عشان يكملوا الطقوس قبل ما تسيروا الجرعه اللي اديتها لك يروح تاني، وبيركبها معاه على الحيوان المجنح اللي بياخدهم لفوق وبيطير. بقول لها في الطريق يا ميان لازم تثبتي لهم انك جديره باللبس الازرق ده. فبتقول لها اعمل كل اللي اقدر عليه بوصول الارض اللي خلاها الترمب جافه. وبقول لها كبير الكهنه شغلك انك ترجعي الارض دي خضره تاني زي ما كانت الاول وبنزلوا فيها. بس كبير الكهنه بدل ما بينادي على ميان بينادي على تشكي كوزا وبيقول له اتفضل علم ميان طقوس ارجاع الارض بواسطه المانا. بقول له بما انك ما كنتش بتقوم بشغلك كويس وتسببت في انك تقدر المانا بتاعتها لازم تصلح اللي انت عملته، فتفضل اعمل انت بدلها. وبتعرف ميان ان كبير الكهنه بيكذب وان المانا بتاعتها لسه قويه، بس ده العقاب اللي حضره تشكي كوزا على اللي عمله في ميان. بياخد منه تشكي كوزا العصايه السحريه وبيغرزها في الارض وبيبدا يقول الطقوس، والمانا بتتسحب منه عشان تخضر الارض، لكن بيقع بسرعه من التعب بعد ما المانا بتاعته كلها اتسحبت وما بيكونش قدر يرجع الا جزء صغير جدا من الارض الخضراء. فبقول له كبير الكهنه هو ده كل اللي عندك؟ واضح انك ما عندكش حاجه غير الكلام. وبيزقه بطرف العصايه وبيوقعها على الارض وبيدي العصايه لميان. بقول لها كملي انت، وبتكمل ميان بداله وبتحط العصايه في الارض وبتبدا تقول الطقوس. تخرج من العصايه عاصفه من المانا بتخضر الارض كلها في ثواني وبتخلي العشب يكبر بسرعه لحد ما كبير الكهنه بيقول لها كفايه كده يا مان. وبيقفوا كلهم مذهولين قدام اللي حصل. بقول لهم كبير الكهنه هي دي الكائنه اللي تشكي كوز كان معترض عليها واللي اختارتها الكنيسه واختارها الملك. حد تاني عنده اعتراض عليها؟ محدش منهم بيتكلم. فبقول لهم واضح ان مفيش اي اعتراض وبيمشوا بعدها. لكن بعد ما بيرجعوا بقول لها كبير الكهنه عايزه اي تعويض عن اللي حصل. فبتقول لهم انها عايزه بديل اللبس بتاع الطقوس بتاعها. فبيضحك كاسيديد وبيفتكر ان همها على الشياكه، بس بتقول له انها بتتكلم بجد وانها محتاجه اللبس ده قبل الشتاء عشان طقوس تكريس المانا. بقول لها انه موافق ويعملوا لها في اسرع وقت. فبتقول له يا ريت تطلبوا من شركه جيلبرتا. بتقول له بعدها انها موافقه على اي عقوبه داخليه يعملوها لتشكي كوزا لانها مش عايزه تعمل مشاكل كتير. بتقول له ان دمويل حاول يساعدها بكل جهده وريت يتساهل معاه. وبترجع من تاني عند الكنيسه وبيكون لوتس مستنيها. بقول لها انه خاف عليها ان رسالتها وصلت وهي بتستغيث بيه وشافها وسط الترومبي بس ما كانش عارف هي فين ولا هيساعدها ازاي. وبيبص على الجرح بتاعها وبيستغرب ان خف بالسرعه دي. وبتروح البيت وبتكون تعبانه من اللي حصل وتقعد يومين لحد لما بتخف. لما بترجع بيقول لها فان ان كبير الكهنه طالبها. بيطلب منها كبير الكهنه تدخل الغرفه السريه وبتقول انا ما عملتش حاجه تستحق التوبيخ. بيقول لها ادخلي بس يا ميان. وهو بيديها مشروب وبتقول له ميان طعمه حلو قوي. وبيطلع طوق سحري وبيطلب منها تلبسه. وبتقول له بيستخدم في ايه؟ بس فجاه بتنام. وبيقول كبير الكهنه انها بتستعمل دبوس شعر غريب وكل شويه تفتكر افكار مش تقليديه ده غير هوسها بالكتب ولازم اعرف اذا كان ليها نوايا شريره ناحيه العالم بتاعنا ولا لا. بنرجع نفس المشهد اللي بدات بيه الحلقات لما كبير الكهنه بيلبس هو كمان طوق سحري وبيطلع ضوء من المثل اللي فوق دماغه للمثل اللي في دماغها وبيحصل تزامن بين عقلهم هما الاتنين. بكلمها كبير الكهنه بالتخاطر وبقول لها انا محتاجه ادخل جوه ذكرياتك عشان اعرف التيمين بالظبط. بتقول له ماشي تعالى ادخلك. وبقول لها متهوره لازم تتعودي تدافع عن عقلك. وبشوف مدينه طوكيو وبقول لها ايه البلد دي كانها حي النبلاء في بلد اجنبي. بتقول له دي اليابان. وبتاخد ريحه المكتبه اللي كنت الامينه بتاعتها وبنبهر من كميه الكتب اللي فيها. وبقول طبيعي انها تبكي لما تشوف مكتبه من جديد. بقول لها دي اكبر مكتبه من اي مكتبه معروفه عند اي نبيل هنا. وبتقول له ان اسمها كان اورانو وبيكون في ست بتطبخ. وبتقول لها يا اورانو حضرتك الاكل اللي بتحبيه وقلت لك ما تقريش تاني على الاكل. وبسألها كبير الكهنه دي والدتك؟ فبتقول له ملحقتش اودعها او حتى اعتذر لها لاني كنت مشغوله بالقرايه وما غسلتش الاطباق بعد الاكل. بتقول له انها ماتت لما حصل زلزال في المكتبه وقعت عليها وانتهت حياتها كاورانو. وبتبتدي تعيط لانها زعلانه بسبب انها ما قدرتش تودع مامتها. وبيضطر كبير الكهنه ينهي الجلسه وعينيه كلها مليانه دموع وميان كمان بتكون عينها مليانه دموع. بقول لها انا حاسس باحساس فظيع. وبتقول له ميان هي مشاعر انتقلت ليك؟ بقول لها ده اللي بيحصل في جلسه التزامن العقلي. بتقول له انها كان بقالها فتره حابسه كل المشاعر دي جواها وما بترضاش تسترجعها عشان ما تحسش بنفس الاحساس ده.
كده. بتقول له الجلسه الجايه عايز استرجع طعم اكل امي. بقول لها مش هيبقى في جلسه ثانيه. فبتقول له طيب مش هديك الاداه السحريه بتاعتك، بس بيخدعها وبيسحبها منها. بعدها بيروح كبير الكهنه رئيس سلاح فرسان كالسديد هو معاه الادوات السحريه، وبيقول له انه كان لازم يتاكد اذا كانت ميان عندها اي نوايا شريره في عقلها ولا لا، بسبب قوه المنى الشديده بتاعتها واللي هو شافها بنفسه. فكالسديد بيقول له ولقيت ايه؟ بيقول له ما لقيتش اي نوايا شريره، بس لقيت حاجه تانية مختلفه. بقول له ايه هي؟ بقول له لقيت ميان عندها ذكريات من عالم تاني متطور بكتير اكتر من عالمنا ده، وكانت بتشتغل فيه امينه مكتبه، وان المعلومات والذكريات اللي عندها ممكن تفيدهم في تحويل عالمهم لعالم متطور بشكل اكبر. هو بيقول له كالسديد انت مستعد تاخد خطوات عشان تتبناها؟ بيقول له ان ميان بسبب المنى القويه اللي عندها وكل العلوم اللي في دماغها هتبقى مطمع كتير للنبلاء، لازم ناخد خطوات عشان نحميها ونمنع اي حد يسيطر عليها. بعدين كالسديد بيقول له ان مشكله تشكي كوزا بقت معقده، وبيقول له ان عارف ان والدته ماشيه تشتكي لكل الناس من اللي حصل، وكلمت كمان الكاهن الاكبر، بس ما تقلقش المشكله هتتحل. وشوف بعدها ميان وهي بتاكل مع عيلتها وبتفتكر ذكريات والدتها الحقيقيه، فجاه بتقول لمامتها انا اسفه لان ما شكرتكيش على الاكل الجميل ده قبل كده. وبتقول له بابا شكرا عشان دافعت عني بحياتك. بتقول له توري شكرا انك دايما كنت بتستحمليني وبتقفي جنبي. وبقول لها مالك يا ميان؟ بتقول لهم ان الشتاء قرب ومش هتقدر تشوفهم كتير بسبب اقامتها في الكنيسه. فتوري بتقول لها بقاش تقلقينا عليكي، اكيد هنزورك كتير. ترجع عملنا نشاطاتها العاديه وبتروح لبينو اللي بيقول لها المصيبه الجديده اللي عملتها ميان، جالي طلب لتصميم لبسك من واحد نبيل. فبتقول له هبقى احكي لك القصه لما ارجع من الكنيسه. بتصنع الورق مع اطفال الميتم، وبتقول له لوتاز هعمل كتب كتير قوي، وبتستمر الحكايه. وبكده يا ابطال ده بيكون نهايه الموسم الثاني من انمي حكايه ميان. شفت انت زعلت تاني ازاي؟ بس ما تزعلش يا سيدي، لسه في موسم تاني هننزله ان شاء الله بعد ده على طول. وبس كده كان معاكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.